السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم معنا ضمن حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. في البداية أوجه التحية للجميع وأتمنى لكم ذكرى مولد نبوي شريف سعيدة لكم ولعائلتكم. نناقش خلال حصة هذا المساء موضوع الخطاب والخطابات السياسية في النسق السياسي المغربي الحالي، وذلك في ضوء ما يعتبر عدد من المراقبين حدة في الخطاب السياسي بين مختلف الفرقاء السياسيين، يستعمل مصطلحات من قواميس متعددة لم يألفها من بعد، يتضمن حدة وتبادلا للاتهامات وأحيانا تراشقات وملاسنات، سواء خلال محطات جلسات المساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة أو في أشغال البرلمان أو تصريحات الصحفية وغيرها. سنناقش التطرق لأبرز ملامح هذا الخطاب وآثاره المرتقبة على وجهة أو تصور ورؤية الرأي العام الوطني لهذا الخطاب، ثم نناقش سبل بناء خطاب عقلاني ومتزن يناقش القضايا الكبرى للبلاد بأسلوب متزن وهادئ وفي أفق إنجاح المرحلة السياسية التي تعيشها بلادنا منذ دستور 2011. لمناقشة محاور هذا الموضوع يسعدني أن أرحب هذا المساء بكل من سي عبد العزيز أفتتي، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية. شكرا وعلى تكبدك مشقة السفر والتنقل من وجدة. مرحبا بك. مرحبا. سي عبد القادر الكحل، نائب برلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. مرحبا بك. مرحبا. سي محمد قرين، عضو مجلس الرئاسة لحزب التقدم والاشتراكية. مرحبا. مساء الخير. سي شرقاوي الروداني، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة. مرحبا بك. شكرا وشكرا على الاستضافة. العفو. والزميل عبد الحق بلشقر، صحفي بيومية أخبار اليوم المغربية. مرحبا بك. شكرا. غادي نوجه لكم سؤال أول لكل المتدخلين في بشكل يعني مقتضب تقييمكم لمستوى الخطاب السياسي السائد بين الفرقاء السياسيين حاليا في الساحة وفي السياق المغربي، على أساس أن نفصل في أبرز ملامحه وفي أبرز محطاته فيما بعد. سي أفتتي، تفضل. دقيقة نديروا دقيقة بشكل مقتضب وغنفصلوا فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على المصطفى الكريم. أولا مبروك المناسبة ديال المولد النبوي، ثم كذلك مبروك يعني السنة الأمازيغية سكاس دنبارك حيث ما يسمى. ثم بالطبع يعني هذا الموضوع هذا خصنا ننسبوه لأنه الحديث على أننا كنعيشوا يعني الأول مرة سجال من نوع خاص هذا يعني غير صحيح. وممكن يعني خلال النقاش نحيلكم على واحد العدد ديال السجالات في مراحل يعني قريبة ولا بعيدة من التاريخ ديال المغرب، ولذلك هذا بالنسبة لي كيعكس واحد النوع من الحيوية. وفي نهاية المطاف شنو هو الخطاب؟ الخطاب هو الخطاب السياسي، هو واحد التعبير على يعني طبيعة مرحلة، لا من جهة تشخيصها ولا من جهة يعني استحقاقاتها يعني أولوياتها. احنا اليوم في واحد المرحلة انتقالية دقيقة جدا، واستحقاقاتها هي استحقاقات وطنية يعني كتجاوز برنامج ديال حزب ولا حزب ونصف. هي هذا اليوم احنا أمام برنامج وطني يقتضي أن ننتقل ديمقراطيا، أي أن ننتهي من الاستبداد وأن ننتهي من الفساد وأن ننجز يعني العدالة الاجتماعية. لذلك الخطاب اللي هو اليوم رايج بالنظر لهذه الاستحقاقات كنعتقد بأنه يعني شيء طبيعي، ولو أنه مطلوب منا يعني أن نؤهل يعني الدوات ديالنا والطبع والخطابات ديالنا والمساهمات ديالنا يعني باستمرار. نعم. ولكن يجب التنسيب ديال الأشياء. القضية مرتبطة بطبيعة المرحلة، بالواقع الذي لا يرتفع. سيدي كيحل. ولأن الخطاب السياسي هو معبر لمعرفة رجل السياسة، وهو كذلك معبر لمعرفة سلوكيات الرجل السياسي والفاعل السياسي، وهو فضاء اللي من خلاله المواطن يتعرف عن الطينة السياسية، حيث فرق بين الجانب ديال الشعار والبرنامج وفرق بين الممارسة. أثناء الاحتكاك تتبان طينة الرجل، يمكن أن يدافع أن يكون ضد الاستبداد ومن خلال الخطاب اللفظي يمارس الاستبداد، يمكن أن يكون ضد التحكم ومن خلال خطابه يمارس التحكم. لهذا الخطاب السياسي هو عنوان على المدرسة التي ينتمي إليها الرجل، هو عنوان على التربية والتنشئة السياسية التي تنشأ فيها الرجل السياسي، وبالتالي من خلاله يمكن أن نتعرف عن هذه المدرسة. وبالتالي ما كاينش إشكال. الفرق بين السابق والآن هو اليوم كاينه المعلومة متاحة،
وكاين الامكانيه ديال الوصول، وبالتالي كان عدد من الامور كانت في تاريخ المغرب في الظل. في الظل، واليوم خرجت من العتمه الى الواقع، وكاين تتبع. هذا التتبع مسؤوليه السياسيين انهم يخليوا الناس تحتضن وتتفاعل مع السياسه، وفي نفس الان يقيموا الفاعلين السياسيين. نعم سيغرين. أنا أظن بأن الخطاب السياسي الآن في المغرب إلى استثنينا بعض الاستثناءات القليلة هو خطاب يتميز، يجب أن نتكلم لغة الصراحة فيما بيننا كفاعلين سياسيين ومع شعبنا. الخطاب السياسي الآن في المغرب يتميز بالرداءة، يتميز بالتراشقات. لماذا؟ لأن الخطاب السياسي يحمل المنتوج السياسي لكل حزب، والمنتوج السياسي هو الأفكار التي ينتجها هذا الحزب ارتباطا بالمشروع المجتمعي الذي يدافع عنه. وتدني مستوى الخطاب السياسي هو تمظهر للأزمة الحقيقية التي يعيشها الفاعل السياسي في المغرب، الذي أصبح غير قادر على إنتاج أفكار وعلى استقطاب الكفاءات الموجودة في المجتمع والقادرة على أن تتبارز بالأفكار وبالمشاريع. وإذا أضفنا شيئا آخر وهو طبيعة الحكامة الحزبية الآن السائدة ما عدا بعض الاستثناءات، وهي الفردانية والشخصانية في التدبير، الشيء الذي يجعل الصراعات بين الأشخاص وليس الصراعات بين الأفكار. يجب أن نقر بذلك وأن نناقش فيما بيننا اليوم في هذه الليلة وبهدوء كيف يمكن أن نتلمس جميعا الآفاق لإنشاء خطاب سياسي وقبله ممارسة سياسية تعيد للسياسة بهاءها لتصبح حلبة لصراع الأفكار، للبرامج، للمقترحات، للرؤية فيما يتعلق بالسياسات العمومية، وليس التناقر بين الأشخاص وضرب الأشخاص واستعمال عبارات يجب أن نقول جميعا ونقر بأنها بعيدة كل البعد عن أسلوب النقاش الهادئ والمحترم للآخر رغم اختلافنا. نعم سيروداني. أولا قبل كل شيء كنشكركم على هذه الاستضافة، وبدوري أهنئ يعني المغاربة يعني في ذكرى المولد النبوي، ونتمنى لهم الصحة والعافية. وكذلك هذه الذكرى جات يعني تتوازى مع الذكرى ديال رأس السنة الأمازيغية، لهذا يعني نتمنى لجميع المغاربة الصحة والعافية وطولة العمر. فيما يخص الخطاب السياسي الحالي، في الحقيقة هناك يعني نحن الآن في واحد المرحلة مفصلية في المغرب. هناك دستور جديد، هناك مقاربة جديدة للتفاعل مع السياسة بشكل مغاير، وهناك يعني مرحلة لتنزيل وإعمال هذا الدستور. لهذا تقتضي المرحلة واحد الخطاب سياسي عقلاني هادف يتميز بالبرغمات، يتميز بنوع من العلو والسمو في الفكر وفي الخطاب. للأسف يعني، وهذه يعني سنتطرق إليه في هذا البرنامج وفي هذا الحوار، أننا اليوم نشاهد أننا أمام خطاب سياسي للأسف تتسم فيه نوع من العنجهية السياسية، من واحد السلوك اللي كاين فيه النوع من الذي لا يخدم مصلحة المغرب ولا يخدم مصلحة يعني المقاربة السياسية من أجل دفع المواطنات والمواطنين نحو الممارسة الفعلية للسياسة من خلال دفع المشاركة في الانتخابات. وهذا عنده تراكمات وعنده يعني جاء من لم يأتي عبثا، بل أصبحنا الآن نرى اليوم في البرلمان الذي للأسف هو عقل الديمقراطية. البرلمان هو المدرسة البيداغوجية للممارسة السياسية، هو التعاطي العقلاني مع السياسة. أصبح الآن المنبر يعني هو منبر لبعض لسلوكيات ولكلام وخطاب سياسي يعني رديء جدا، يتميز بنوع من التحكم إن قلنا، بنوع من الاستبداد السياسي، بنوع من الاجتثاث السياسي، بنوع من التعاطي الغير العقلاني الهادف مع السياسات العمومية ومع الأسئلة التي يطرحها المواطنات والمواطنين يعني كل يوم في يعني في بيوتهم حول يعني ظروفهم المعيشية. بدل ما نسمع يعني هناك يعني نقاش وازن، نقاش قادر على أن يعطي الثقة داخل للمواطنات والمواطنين، نسمع خطاب للأسف سياسي يتسم بنوع من الترهيب والتخوين، وكل من اختلف معي فهو ضدي ومحور الشر وأشياء كثيرة.
الزميل بلشقر، من خلال عملك متتبعا ومواكبا للشأن السياسي يعني المغربي بشكل عام، التقييم ديالك بشكل مقتضب لهذا الخطاب هذا؟ أنا أعتقد أن المغرب يعني عرف دستور جديد، دستور 2011 هو دستور بصلاحيات مهمة للحكومة، وأيضا بإمكانيات مهمة حتى بالنسبة للمعارضة على مستوى أداء دورها، وإن كنا لازلنا ننتظر القانون التنظيمي اللي كينظم عمل المعارضة. هذا الدستور رغم أنه جديد، ولكن النخب السياسية أو النخب التي يعني وصلت للبرلمان هي في عمومها الفاعلة الأساسية هي نخب قديمة، يعني نخب اللي كتنتمي للدستور ديال 96. وبالتالي فحتى الجزء من النخب السياسيه اللي طلعت في اطار اللوائح ديال الشباب او النساء، يعني ما لاحظنا كيف ما لاحظنا ما برزتش بالشكل اللي هو كان متوقع ومنتظر باش يعطي واحد الحيويه اكثر مع بعض الاستثناءات. فلهذا انا كنفسروا بهذا المستوى، لدينا دستور جديد ولدينا نخب قديمه وبرلمان يعني بعقليه قديمه. هذا مستوى. المستوى الثاني هو اننا نتابع بعض النقاشات داخل البرلمان وفي الحياه السياسيه، ونلاحظ بان رغم ما يوصف بان هذه الخطابات بانها تراشقات ورداء، ولكن تحظى باهتمام من طرف الراي العام. وبالتالي فالرأي العام هو يتابع ولديه موقف سواء إيجابي أو سلبي، ولهذا فنلاحظ بأن الجلسة الشهرية مثلا لرئيس الحكومة تحظى بمتابعة يعني غير مسبوقة على مستوى الإعلام العمومي، رغم أن بعض التشنجات اللي كتوقع فيها إلى آخره. لكن مع الأسف اللي يعني غادي نختم هنا هو أنه أحيانا النقاشات التي تكون جدية واللي خاص الرأي العام يتبعها ويعرف أين تسير السياسات العمومية للحكومة في هذا المجال، يعني لا يتم متابعتها بحيث يتم تحريف هذه النقاشات إلى أمور هامشية وتراشقات. مثلا الجلسة الأخيرة لرئيس الحكومة كانت حول الحوار الاجتماعي وموضوع التقاعد، ولكن ما تمت متابعته هو التراشقات فيما بعد، وكانت يعني صورة يعني سلبية للتطات. نقترح عليكم وعلى المشاهدين الكرام نتابعوا بعض المحطات من هذه السجالات والتراشقات كما سميتها السي بلشكر من العدد من الفاعلين السياسيين، ثم غادي ندوزوا التحليل ديالها في كل محطة على حدة. وهذا الريبورتاج من إنجاز أحمد مكاوي. يكفي كتابة كلمتي برلمان مغربي بأحد مواقع الفيديوهات على شبكة الإنترنت لتجد من المقاطع العجب. ما كاين حتى مشكل نتبردوا على بعضياتنا. انت واش هو راكب على الخيل وهز القرطاس؟ نحن لا نريد ملعبا أو مسرحا، نريد مؤسسة تشريعية تقوم بأدوارها الدستورية. وغي اسمع انت. عندما يكون الشارع لديه مطالب كثيرة يتمثل ذلك داخل المؤسسات. إلى حدود الآن لم تمر جلسة لمساءلة رئيس الحكومة دون أن تترك جدلا خلال وبعد انعقاد الجلسة، جدل نابع بالأساس من طريقة الحديث. كيف يمكن تحليل خطاب رئيس الحكومة حسب المختصين؟ الهدوء صافي يا سيدي يلا تسحب الكذوب. راه عندي اخبار ديال الملايير موضوعه في الابناك، عندي ما نقولش. هو خطاب ليس آمنا، خطاب فيه تأهب وفيه براغماتية سياسية وفيه محاولة لتكميم أفواه من يحاول النيل من رئيس الحكومة ومن حزبه ومن محيطه ولو في جلسة دستورية. وأيضا الخطاب يتميز بالشخصنة حينما يتحدث رئيس الحكومة ويقول الحزب ديالي، حكومة ديالي، وزراء ديالي. على نفس النهج البرلمان المغربي بغرفتيه يشهد حاليا إنتاج خطاب يستحق التحليل. تعويل ماكر للقرارين المجلسين الدستوريين. كل ما تملكه ديمقراطيا ان تستمع وتنصت فقط. اخوان، الملاحظ هو بروز الخطاب المتأزم والعدائي والثأري في بعض الأحيان. هي نخب تبيع منتوجا واحدا خطابيا، تبيع منتوجا خطابيا واحدا بطرق مختلفة. هناك من يبيعه
بالصراخ، هناك من يبيعه بالتهديد، هناك من يبيعه بإثارة الانتباه بلغة جسده العنيفة. عنف برهن عليه برلمانيون بالكشف عن بطنه وآخرون بملامح حادة. السؤال: لما ينتعش خطاب يوصف بالعنيف داخل قبة البرلمان؟ مسألة يعني العنف اللفظي أو الخطاب بين قوسين الشعبوي ليس هو ظاهرة وليدة اليوم. الجديد والذي يمكن القول لماذا يعني الآن الانتباه إلى هذا الموضوع بالذات ولا بالضبط أن مجموعة من الفائدين والناس العاديين اتجهوا اليوم إلى تتبع ما يروج داخل قبة البرلمان في لحظة يعني وجود حراك معين يؤسس إلى انفتاح معين داخل مؤسسة معينة، يبرز هذا الخطاب الشعبوي وتبرز الشعبويات. خطاب يوصف بالشعبوية، فكيف يصف البرلمانيون أنفسهم ما يجري داخل المؤسسة التشريعية؟ كاين خطاب استهلاكي شعبوي تافه. وراه عيب عباد الله، عيب والله الا عيب بالله. الناس كيتفرجوا فينا راه بحال السوق ولا هنا، والله الا عيب. سوق، حمام شعبي، كوميديا، مهزلة، تدخلات عجيبة. الأكيد الأوصاف ستتناثل على الشبكة العنكبوتية في انتظار أن ينتقل البرلمان من إنتاج خطاب يطرح عليه لربما أكثر من سؤال إلى خطاب ينتج أكثر من سؤال وأكثر من جواب. إذن ربما نقترح عليكم نبداو بالمحطة الأولى اللي هي جلسة المساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة. بين الرغبة في جعلها تمريرا ديمقراطيا يعني جديدا طبقا للمقتضيات الدستورية الجديدة، وربما أنها أصبحت فرصة لتصفية الحسابات السياسية. في كتشوف السي افتاتي علاش هذه الجلسة أصبحت يعني ينتظرها جزء كبير من الرأي العام، ليس لطبيعة يعني ربما المواضيع التي تناقش فيها، ولكن كيفاش ربما الإخراج ديالها غادي يكون، شكون اللي غادي يعاير شكون، اصبح التشويق ربما هو هذا اكثر من الموضوع ديالها. لا انا غير متفق، لانه دابا هذا الا استمر في هذا المسار اذا غتولي القضيه يعني كتطلب نديروا بغيت تقول وقفه حتى مع البرنامج، لانه اولا يعني هذاك التقديم اللي خاصة اللي مرتبط بمجلس المستشارين، أنا على مسؤوليتي مخدوم، أنا تبعت ديك الجلسة البائسة في أكثر من مرة كيوريو التصور ديال الشباب ديال الاتحاد الوطني للشغل، بينما الحصة ديال المشاركة ديالهم لا تساوي شيء طيلة ديك المهزلة اللي كانت ديك الأمسية. لذلك اسمحوا لي ما يمكنش نقلوا للمغاربة هذه الصورة، وإلا ندعو المغاربة لتتبع الجلسة ديال مجلس المستشارين في النت. هذا غير متخصص يا فتاتي، ماشي لا اسمح لي، لا اسمح لي، لأنه من هذا انتقلت القضيه ديال المساءله الشهريه. المساءله الشهريه دابا شوف خصنا نفرقوا ما بين جوج الحوايج، اللغه ديال الخشب، اللغه ديال النخب اللي مخدومه، واللغه ديال الشعب. انا اللي في العلم ديالي هو ان الجلسه الشهريه يعني النسبه ديال المتابعه ديالها يعني مرتفع، بمعنى الناس كيتصالحوا مع السياسه. صحيح هذه السياسه خصنا نأهلوها وخصنا نطوروها، ولكن هذه اشياء ما يمكنش نقفزوا عليها. هذا واحد الواقع ما يمكنش نقفزوا عليه. المهدي بارك الله يرحمه تيقول سياسه الحقيقه هي السياسه الحقيقيه. وبالمناسبه باش ما يبقاوش الناس كيعاودوا الحكايات، اللي بامكان المغاربه الشباب والباحثين يرجعوا للتقرير يعني الشهير اللي معروف بالتقرير الثوري والاختيار الثوري، ثم يرجعوا للمنهج ديال الاستقلاليه ديال الاستاذ عبد الفاسي الله يرحمه في 62، ثم الاختيار الثوري في 62. هذا مؤلف الدار في يناير 62 وهذا مؤلف في ماي. خصنا نرجعوا للسجالات بين هاد الجوج، بين هاد الجوج ديال الزعماء وهاد الجوج ديال الاتجاهات يعني في بدايه الاستقلال. ولكن هذا ما منعش انهم تلقاو فيما بعد ذلك في الكتله وفي غيرها. ولذلك انا بغيت الاخوان ما كاينش وقت، وثانيا ما نبغيش نحيل على هذا الشيء باش ما يتحسبش هذا الشيء في اطار المصادره على المطلوب. ولكن اللي كيهمني هو انه في مراحل يعني مفصليه من التاريخ ديال المغرب كانت سجالات قويه، ولكن عندها علاقه بالاستحقاقات ديال المرحله. اليوم فيه السؤال ديال هل سننتقل من الضفه الحاليه اللي فيها ارتباك الى الضفه ديال الديمقراطيه، ديال الناس يسيروا نفوسهم بنفسهم بدون اداره بدون فلوس. واش غادي ننتقلوا باش نوليو ننهيو الموضوع ديال الفساد اللي كيشوفوا فيه الناس صباح مساء؟ كيشوفوا المنتخبين وجزء من السياسيين وجزء من المنتخبين كيعطيوها لتبونديت وكيديروا لاباس على ظهورهم.
هذا هو اللي كينتظروا الناس. واش غادي ننتهيو من هذا البوس او لا؟ واش غادي ننتقلوا باش نديروا المغرب على السكه ديال العداله الاجتماعيه، ولا غيستمر الظلم الاجتماعي المؤذن بخراب العمران بحال اللي تيقول ابن خلدون. ولذلك هادو هما ديال الاسئله. بالمناسبه احنا ماشي مسؤولين على الوضع. الا البعض تيقول بانه فيه خطاب كذا والى اخره، هذه مسؤوليه اللي هو مسؤول على هذا الشيء. وبالمناسبه راه كاين اللي عبر بالكلاب ديال الحراسه ضد المخالفين ديالو، وكاين اللي عبر بالهراوات وبالسلاسل باش حرر مقر وكان كيسميه باب العزيزيه، وكاين اللي عبر بالحمير. ولذلك ما يمكنش تحسب يعني دابا هذا واحد البرنامج من خلال داكشي ديال المستشارين ثم القضيه ديال ابراز ديال الصوره ديال عبد الاله، وكانه فهمتي بعد ذاك النقاش وذاك السجال اللي تابعوه الناس، واللي انا بالنسبه لي هذاك السجال يمكن الناس تكون عندهم عليه ملاحظات، ولكن فيه نقاش حول شيء اسمه فساد جزء من النخبه السياسيه. وهذا نقاش عمومي، نقاش في الاعلام، ماشي نقاش ديال نقاش مطروح اليوم. وعندنا نخبه بالفعل جزء منها فاسد ومازال ويتصدر المشهد. اذا هذا كيفاش بغيتوا نناقشوه بلغه الخشب؟ الاستاذ مهدي بن بركه يقول السياسه الحقيقيه هي سياسه الحقيقيه، وهذا بالطبع بالعمق اللازم بالاحترام اللازم هذا، ولكن هذه امور معطيات ماشي ديالنا، هذا واقع لا يرتفع على المغاربه. هما النقاشات ديالهم في المغرب العميق وفي الجبل وفي السهل وفي الحر وفي الشتاء. فما الفكره السياسيه. شوف سي كيحل هذا الموضوع ديال السجال هو سجال في تاريخ العمل السياسي، ولكن سجال مبني على افكار، على اطروحات. اما اليوم احنا امام تحول دستوري اساسي في تاريخ المغرب. هذا التحول الدستوري جاء بتراكم ديال نضالات القوى الوطنيه، ديال الشباب المغربي، ديال الاحزاب السياسيه، باش نكونوا امام دستور واضح وامام حكومه مسؤوله وامام مؤسسات مسؤوله، وربط المسؤوليه بالمحاسبه. ففعلا انا غنكون مع السيد النائب ان البرنامج ما عطاناش الامور الحقيقيه ديال هذه السنتين، لان هذا الخطاب ما بداش اليوم، هذا بدا منذ بدات الحكومه، وبدا هذا الخطاب في اطار البناء المجهول، العفاريت، التماسيح، الدوله العميقه. هذا الشيء كان مقبول في واحد التاريخ. اليوم نحن امام دستور يعطي صلاحيات قويه لرئيس الحكومه. رئيس الحكومه جاء بناء على شعار محاربه الفساد والاستبداد. محاربه الفساد لا يكون بالظواهر الصوتيه، يكون بالاجراءات العمليه. الذي يترأس اليوم النيابه العامه قبل ما نوصلوا للتحول الدستوري جاته في اطار هو وزير العدل. حنا ماشي ما يمكنش نكونوا مع الفساد، وما يمكنش نطبعوا مع الفساد، وما يمكنش نسمحوا للمفسدين، ولكن ما يمكنش نسمحوا اننا نضللوا الراي العام بخطاب غير مسؤول. رئيس الحكومه ماشي هو اي مسؤول. سي افتاتي عامين هو تيتكلم، حتى واحد ما مشى قال له علاش قلتي وكذا، تعتبره فاعل سياسي وكذا. ولكن اليوم امام مؤسسه رئيس الحكومه، هذا رئيس الحكومه اللي هو الحكومه ديال المغاربه كاملين، ماشي ديال العداله والتنميه، ديال جميع المغاربه. صوتوا على العداله والتنميه بناء على واحد البرنامج. واش محاربه الفساد قول او اجراءات؟ بغينا اليوم شنو هي الاجراءات العمليه ديال محاربه الفساد. وبالتالي الواقعه اللي وقعت في اخر جلسه ديال الاسئله الشهريه، اولا نحن نسائل السياسات العموميه، كنا بصدد الحوار الاجتماعي، الفاعلين الاجتماعيين ينتظرون اجابات عمليه على هذا الموضوع. حنا تنمارسوا المعارضه، وبالتالي من موقعنا كمعارضه نسائلوا ونراقبوا رئيس الحكومه. ولكن هذه الاجوبه ما كانتش على الحوار الاجتماعي، كانت بناء نعوت للفاعلين السياسيين، وبمعرفه ان رئيس الحكومه يعرف ان هناك من يهرب وهناك من هو متابع. فقلنا لا بد من نقطه نظام في الحياه السياسيه المغربيه. شنو هي نقطه النظام؟ ان نرجع الى المؤسسات حرمتها. وشنو هي حرمه المؤسسات؟ ما يمكنش نديروا تصريح ما تيصرح اي واحد، ما يمكنش حزب استقلال او اي فاعل سياسي يبقى يتابع من هبه ودب وكل واحد قال شي كلام، ونبقاو دائما داخلين ردات المحاكم. ولكن اليوم امام رئيس الحكومه ملي مشينا حنا ما جيناش قلنا شي هذا، قلنا جوج الامور. اساسا المتابعه ديال رئيس الحكومه، يا اما انه يمارس قذفا، واما انه يتستر على مجرمين وبجوجهم جرائم في اطار القانون الجنائي.
هذا الجانب الاول. الجانب الثاني كاين خلط عند الراي العام في مواضيع متعدده تحملنا احنا مسؤوليه في جزء من تاريخ المغرب. كملاش 22 سنه في 50 سنه كنا تنسيروا وزاره الصحه، قلنا هذا الموضوع اللقاحات اللي عنوتان فيه واحد الخلط، حنا طلبنا بالجهه ديال تقصي الحقائق، ولكن في جوج ديال الصفقات، الصفقه اللي دارت في هذه الحكومه السابقه والصفقه الحاليه. لماذا؟ لاننا نريد تخليق الحياه السياسيه. الطبقه السياسيه تم الاجهاز عليها في تاريخ المغرب، لان كان صراع ضد القوى الوطنيه والاحزاب السياسيه، وتم يعني استعمالها كآلية في العمل المسرحي وما الى ذلك. ولكن اليوم السياسيين فيما بينهم، هاد السياسيين فيما بينهم خصهم يكونوا مسؤولين. حنا ماشي ضد محاربه الفساد، ولكن ضد التمييع ديال الحياه السياسيه وبجميع المرجعيات. ونرجعوا للمرجعيه الاخلاقيه. هاد الناس الفاعلين السياسيين ناس عندهم اسر، عندهم عائلات، وبالتالي تنحوا الكلام على عواهنه وما تمشيوش نتابعوه بالمساطر القضائيه اللي فعلا تيخصهم المغاربه يعرفوا المفسدين. لان هذا الخطاب طال، يمكن نقولوا 3 شهور الاولى كافيه، ما كافياش. رئيس الحكومه جا في الجلسات عطى اعلان ديال النوايا، نرجعوا للسيد كيحل هذه القضيه ديال بينما الاتهامات. سنتين وحنا نجتروا نفس الخطاب كفى. اليوم خصنا نعرفوا من المفسد ومن غير المفسد، ويجب محاسبه المفسدين ماشي غير بالجانب الخطاب، بالممارسه القضائيه التي تحترم المؤسسات وتحقق القانون. نرجعوا لهذه القضيه ديال الاتهامات. وقبل ذلك السي جرين، واش كتشوف انت بانه التمرين الديمقراطي في هذه النقطه الاولى ديال جلسه المساءله الشهريه انه يستجيب على الاقل الموضوع الشق الحقيقه وشق الاشياء بمسمياتها، او لا ربما يعني زاغ عن هدفه؟ هو مساءلة رئيس الحكومة دوريا حول السياسات العمومية هو إنجاز مهم جاء به الدستور الجديد، واللي خص يكون مناسبة لكي يقدم فيها رئيس الحكومة ما أنجزه في ميدان ما من السياسات العمومية، وأن يكون هناك نقاش. لكن قبل أن أتقدم في هذا الموضوع لابد من الرجوع إلى مسألة أثرها الأستاذ الكحل، وهو أن هناك من يتضرر فيما يتعلق بتصريحات سياسيين كيفما كانت مسؤوليتهم. أظن بأن الحل في هذا الإطار ليس أن نخلق نقاشا وسجالا حول هذه المواضيع، بل أن نفعل دولة الحق والقانون، وأن نذهب إلى العدالة لكي تقول كلمتها مع احترام العدالة في عملها. بالرجوع إلى مسألة السياسات العمومية، المفارقة هو أننا الآن في إطار يسهل النقاش السياسي العميق. هناك وسائل الإعلام تطورت، الإعلام السمعي البصري، هناك برامج بأكثر عدد، نتمنى أن تكون أكثر، ولكن خص يكون كذلك المنتوج ديال السياسيين كذلك قادر على أن يغذي هذه البرامج. هناك القنوات الإلكترونية، هناك الصحافة المكتوبة، هناك الإذاعات، هناك كذلك قضايا كبرى الآن يجب أن نتعمق في نقاشها. مثلا كيف يمكن أن نفعل الدستور، لأن المفارقة وهو أنه في إطار دستور يعتبره جميع الملاحظين والمراقبين الأجانب كتقدم. في إطار هذا الدستور الجديد تصوروا أن المغرب كان في مؤشر الديمقراطية في 2011 قبل هذا الدستور في الرتبة 119. الآن بهذا الدستور أصبحنا في 136، بمعنى أن هناك تأخر. الإطار الدستوري تقدم، الجو العام والمواضيع المطروحة، وهناك كذلك مادة أولى تقدمها المؤسسات الدستورية. إذا ما اطلعنا على كل ما تقدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مقترحات يمكن أن تغني نقاشا. المقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقدم برسالة ومقترح رسمي يطالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم به النقابيون، ولا أحد يناقش هذه الأمور. المجلس الاقتصادي والبيئي تقدم بمقترحات فيما يتعلق بإصلاح الجبايات، وأعطى مقترحات 88 أظن، ولا من يناقش ولا من يقول هذا رأيي. وهو قانون المالية جاء بأشياء
فيما يتعلق بالضريبه على القيمه المضافه على عدد المواد اللي ما كانش، وليس هناك نقاش لنقول هل صحيح ام غير صحيح. اذا كان اشكال خصنا نشوفوه هو الفاعل السياسي. الفاعل السياسي في المغرب يجب اعاده تاهيله، لاننا نشتغل باحزاب بنيت في واحد المرحله ديال تاريخ المغرب كانت اما احزاب اداريه اسست لواحد الهدف، واما احزاب كانت فقط للمعارضه وهذا النموذج ديال الحزب المغربي اللي وقع واحد التوليف اصبح غير صالح، واقولها بصدق للمغاربه والمغربيات. وبهذه المناسبه اوجه نداء لكل الكفاءات الموجوده في هذه البلاد، لكل الذكاء الموجود في هذه البلاد: اقتحموا الاحزاب السياسيه، اقتحموا هذه القلاع لكي تصبح حقيقه فضاءات للذكاء المغربي، للعبقريه المغربيه. المغرب ليس عاقر، عندنا افكار يمكن نصدروا. واش صح؟ هل اسمحوا لي انه نهضر بانفعال، لان كاين بعض الاشياء ما يمكن لكش تتكلم عليها بهدوء، لانه انا شخصيا اشتغل في الحقل السياسي في ظروف كانت صعبه جدا في الماضي، ولكن لم ارى، وهذه شهاده، لم ارى الانحطاط الذي وصل اليه الصراع السياسي والخطاب السياسي والممارسه السياسيه، ليس فقط بين الاحزاب بل حتى داخل الاحزاب. وعلينا أن نقول كل الحقيقة فيما بيننا، لأن التشخيص هو بداية العلاج. سي شرقاوي الوداني، بالعودة لموضوع جلسة المساءلة الشهرية، رئيس الحكومة قال أكثر من مرة بأنه كل مرة كيجي لجلسة المساءلة الشهرية يأتي بحسن نية، على أساس أن يستمع لانتقادات البناءة والاقتراحات خصوصا من طرف المعارضة، وبأنه في كل مرة يستفز. واش كتشوفوا انتم بأنه هذه الملاحظة وهذا التقييم يعني في محله؟ اعتقد بان لابد من التذكير بواحد المرحله اللي بواحد المساله جد مهمه جدا، ان دائما البرلمان المغربي كان هو يعني بحقيقه هو ساحه وباحه للتدافع والصراع السياسي العقلاني الهادف. وقع جوج ملتمسات الرقابه، وقع في ملتمس الرقابه ديال 63 وملتمس الرقابه ديال 1991. كان البرلمان اجماع توافق حول المؤسسات ديال الدوله، وكان واحد النقاش هادف، وكان واحد التصورات اللي عطات المغرب هاد الشعله يعني في الديمقراطيه ديالو. اليوم باش كيجينا باش كنشوفوا ما يقع الان وما يقول السيد رئيس الحكومه، السيد رئيس الحكومه يتكلم كانه لم يفهم دور المعارضه. المعارضه دورها ماذا؟ هو الانتقاد، ماشي احنا اللي كنحكموا، هو اللي كيحكم، هو اللي عنده الآليات، هو اللي عنده البرنامج، هو اللي عنده الموارد المالية، هو اللي عنده الوزارة. احنا حكومة كنواب في المعارضة علينا أن ننتقد، وهو كرئيس حكومة يجب أن يفكر بأنه رجل دولة، ورجل الدولة فيه واحد المواصفات ديال امتصاص الغضب وديال الاستيعاب، ولا ينزل الى الاستفزاز، لان المعارضه في جميع الديمقراطيات العالميه، ويعني اقول مثلا التجربه البريطانيه كاين ما يسمى بالخطاب ديال الخطاب البرلماني، الخطاب ديال التجربه النيابيه، هو خطاب مسؤول متعارف عليه. يعني تلقى رئيس الحكومه عنده واحد التصور يعني خاص، وانه يكون في اطار يعني التفاعل الايجابي حتى وان المعارضه استفزته. ولكن رئيس الحكومه اللي كيجي وكيقول لك في الخطاب ديالو ان بعباره اخرى، وما خصناش ندخلوا في هذا لي ديتاي، تيقول لك ان المغرب لم يكن قبلنا ولن يكون بعدنا. ماذا تنتظر من هذا رئيس الحكومه؟ كاين عمليه تخويف وعمليه الوعيد وعمليه. عندما نقوم يعني بمساله ديال الحكومه والمعارضه، كاين اشكاليه ديال الان، اعتقد ان الاشكاليه ديال السيد رئيس الحكومه او الحزب الاغلبي او عنده اشكاليه ديال مفهوم الدوله. هذه حقيقه، مش اشكاليه مفهوم الدوله، ما عندوش تصور ديال رجل الدوله كيفاش خصو يكون. اليوم كتجي المعارضه، حنا تيقول لك المعارضه انتم كالرعد وكالبرق الذي لا يمطر. كنجيو تنقولوا حنا كمعارضه قدمنا 67 اقتراح تعديل في القانون الماليه ولم يقبل، تقبلوا منهم عرفت واحد جوج ولا ثلاثه. قدمنا مقترحات قوانين، جات الحكومه قامت بمصادره البرلمان لحقوا في التشريع، ونعطيك قوانين مقترحات قوانين اللي قدمناها والحكومه ما بغاش تناقشها. نعطيك القانون اللي قدمنا حنا في فريق الاثار والمعاصره ديال القانون المنظم للتعليم العالي 001 ومجموعه ديال القوانين والقانون المشروع القوانين المقترح القانون ديال لجنه تقصي الحقائق والاشكاليات. انا اعتقد بان اليوم الحكومه التي امامنا عندها مشكل
مشكل تصور ديال المعامله ديال ما بين المعارضه وما بين الاغلبيه، وتنظر للمعارضه بمقاربه تصغيريه، مقاربه يعني اقصائيه، وهذا هو اللي خصنا يمكن نعالجه. اليوم المغرب دخل واحد المرحله لا نريد يعني في الدستور الحالي في المغرب اصبحنا لا نتكلم عن الديمقراطيه التشاركيه او الديمقراطيه التمثيليه، احنا تجاوزنا هذا. الدستور المغربي اليوم يتكلم عن الديمقراطيه التعاقديه، ونحن نؤمن بالمغرب الممكن. هيئه الانصاف والمصالحه، تقرير الخمسينيه، الذين يتكلمون على المغرب في توجه خاص، في توجه استراتيجي. ولكن عندما ناتي كمعارضه في تصورنا ونقدم تعديلات ونقدم ونشتغل، الحكومة تقوم بعملية المصادرة، تقوم بعملية يعني إن لم أقول الحكومة اليوم يعني تفتقد، يعني سأقولها تفتقد لأخلاق دستورية، لأنها لا تتعامل مع الدستور. المعارضة تم دستورتها بالفصل 10 من الدستور، وأعطاها الدستور حقوق كثيرة كقوة اقتراحية وملتمس رقابة وأشياء كثيرة، وكتجي الحكومة بتفاعل بمقاربة إقصائية، وكتقوم وتيجي رئيس الحكومة وكيحاول يقوم بعملية الوعيد، والويل من أشار إليه بسوء وقال وانتقده، فتمك عنده. نسولك السي بلشقر على القاموس ولا المصطلحات ولا المعجم الذي يستعمله الفرقاء، هناك من يعتبر بانه قاموس ربما جديد في الحقل السياسي المغربي. اعتقد بان القاموس في حد ذاته اللي كيتستعمل هو كيعكس ازمه ديال الخطاب السياسي، انا كنظن، لانه يعني اللي احنا كمتتبعين كنحاولوا ما امكن نتبعوا الخطاب يعني اللي كيسائل رئاسه الحكومه وسائل الوزراء فيما يتعلق بالسياسات العموميه، ماذا فعلت الحكومه في هذا المجال وفي هذا المجال، فاذا به تتحول الامور الى سب وشتم واتهامات يعني متبادله من جميع الاطراف. انا اريد ان اتحدث عن هذه الجلسه الشهريه. لدي يعني ملاحظه يعني فيما يتعلق قبل هذا الدستور كان الجميع يطالب بان الوزير الاول يعني السابق في الدستور السابق يحضر الى البرلمان، كان يحضر مره واحده فقط للتصريح الحكومي. وكان بعض النواب يطالبون لماذا لا ياتي الوزير الاول للمساءله، وبالتالي كان فراغ يعني دستوري. الان الدستور الجديد كيعطي امكانيه ان رئيس الحكومه كيجي للبرلمان للمساءله امام مجلس النواب وامام مجلس المستشارين. وفي النظام الداخلي لمجلس النواب كيعطي الامكانيه ماشي فقط سؤال محوري وانما اسئله حتى فرعيه، اسئله مباشره، وهذه مهمه بالنسبه للاحزاب ديال المعارضه ومزيانه حتى للحكومه باش كتبين السياسه ديالها. مع الاسف ان ما الذي يقع لحد الساعه في هذه التجربه ديال المساءله الشهريه هو انه كيطغى عليها واحد الخطاب اللي كما قلتي فيه هذا النوع ديال تبادل الاتهامات، وهو اللي كيطغى على وسائل الاعلام اللي كتعكس هذه الجلسه فيما بعد، لان هذا الشيء اللي كيبقى رغم ان المحاور اللي كطرح هي محاور مهمه واساسيه. لهذا يعني هذا انا كنظن وكنخلص لهذه النقطه انه كيعكس واحد الازمه ديال الخطاب. النقطه الثانيه اللي بغيت نشير لها وهي المساله المتعلقه بتبادل الاتهامات. انا في جزء من هذه الاتهامات بالنسبه لنا يعني كمتتبعين وبالنسبه للراي العام مهمه، يعني احيانا لما تكون هناك اتهامات ضد بعض السياسيين وبعض النخب، يعني هذا موضوع يثير يعني شهيه وسائل الاعلام ويثير فضول الراي العام لمعرفه حقيقه ما يجري. مثلا فيما يتعلق بهذا الموضوع اللي اثير في البرنامج في اخر جلسه، ما يتعلق بقضيه الشقق باريس او ما يتعلق تهريب الاموال الى الخارج او موضوع اللقاحات التي اترست كحل. يعني انا لدي تساؤل فقط يعني بالنسبه لهذا الموضوع طرح منذ فترات يعني طويله، لم يطرح الان، ولكن يعني عندي واحد التساؤلات حول لماذا لم يتم يعني الحديث عن هذا الموضوع بتفصيل، لان هناك اشخاص الان يعني توجه لهم اتهامات يعني قد يكونوا ابرياء، ولكن لم يتم توضيح الامور. مثلا موضوع اللقاحات وانا تبعته مزيان، وزير الصحه الحالي راه تكلم في البرلمان وتكلم في حوارات صحفيه انه هناك هذه الصفقات كان فيها اختلالات، وتكلم بانه الغى صفقه كان فيها 3 سنوات وجا في وسط السنه وطلب من الشركه ديال اللقاحات انها توقف الصفقه، وعاود معهم الاتفاق بمبالغ اقل بكثير من المبلغ اللي كان. وبالتالي فيطرح تساؤل هنا، هذا كان المفروض ان البرلمان يتحمل مسؤوليته ويدير لجنه تقصي حقائق، كان ممكن ان هذا الموضوع يمشي للقضاء. طبعا وزير الصحه قال ان مهمتي قمت بها واعطيت تقرير لمجلس اعلى الحسابات، لكن هناك تساؤلات لان هذه اشكالات، هذه اموال عموميه، الراي العام من حقه انه يعرف. فاذا بالنسبه لهذا جزء من هذه النقاشات اللي فيها اتهامات ايجابيه، انا كنشوف بانها ظاهره صحيه، لانه كان في واحد الوقت كان واحد النوع ديال التكتم، غطي عليا نغطي عليك، وما كانتش كدوز الامور. الان هذا الموضوع هذا ظهر، وبالتالي فكان ممكن
معرفه الحقيقه في هذا الموضوع. هذا موضوع على الاقل خصو يتعرف فيه الحقيقه. مثلا الموضوع ديال الشقق الان يعني حديث بانه فعلا هذا الشيء وقع في 98، ولكن بقات السؤال مطروح حول تسويه هذه الوضعيه مع مكتب الصرف، كيفاش تمت وفي اي ظروف. هذا خاص لابد من توضيح هذه الامور للراي العام لتكون الامور واضحه. شوف سي فتيك، ما عندكش شي تعقيب على الافكار اللي سمعتي؟ نعم. شوف، أنا كنعتقد بأنه هذا سجال سياسي يعني صحي ومرتبط يعني بأمور اللي هي من صميم الاهتمامات ديال الناس. الإزاحة ديال هذا النقاش من السياسة إلى القضاء، أولا هذا ماشي اختصاص حصري للقضاء أن يضع يده على ما شاء من قضايا، ولكن هذه الإزاحة فيها تضييق لواسع وفيها واحد النوع بعد من التكميم ديال الأفواه ومن الإرهاب ديال الناس باش ما يناقشوش، وخاصة المجتمع المدني والإعلاميين. ثم فيه تضليل. القضاء ماشي هو الأستاذ مصطفى الرميد، الأستاذ مصطفى الرميد رجل دولة. القضاء ماشي ملك للعدالة والتنمية ولا للحزب، ولذلك دعوكم من الأستاذ يعني مصطفى الرميد. ثم اليوم بالنسبة لعموم المواطنين، أشنا هو التعريف ديالهم لواحد العدد الأحزاب اللي اليوم كتشتغل من خلال ما يسمى بالمعارضة. شنو هي هذه الأحزاب؟ هي سيستفيدوا أو لا بثلاثة أو لا للزوج. ما كاينش حاجة أخرى. الأخ اللي كيتكلم اليوم وتيقول للمعارضة ورئيس الحكومة، وكأن هذه الحصة ولات لمحاسبة ومحاكمة رئيس الحكومة. خصو يقول لنا كيفاش تشكل يعني التيار ديالهم. تيار تشكل بالشكارة وبجماعة من المتياسرين، وكان المهمة ديالهم هي مواجهة العدالة والتنمية، ماشي لحقاش العدالة والتنمية، مواجهة يعني التيارات السياسية المستقلة. كانوا من مورانا غادي يفوتوا الإخوان وغيفوتوا الاتحاد. ده هو مشروعهم. ده ما يمكنش اليوم يجيو ويقلبوا علينا الحكاية ويوليو يعني معارضات طبيعية غير صحيح. خصهم يمشيو يتعلموا واحد 10 سنوات، يمشيو يتدربوا ويقطعوا سلتهم خلي السر ودايل عنده شي تعقيب على هذا بالاجنده ديال محاربه الاحزاب. بالمناسبه ما كاينش مستقبل للمغرب بدون سياسه. مستقبل المغرب في السياسه، ما كايناش حاجه اخرى. باش ما يجيش شي واحد يقول لنا عاود بحال الحكايات ديال شحال هذه تنميه ينمي الناس ومن بعد سالينا انتهى العبث. اليوم الشعب غيحكم نفسه بنفسه وغيدبر الامكانات ديالو الخبزه غيكبرها ويقسمها. ما بقاش ممكن شي واحد يبدا. الا سمحتي لي ربما واحد الملاحظه عندها علاقه مباشره خص يرد عليها السي روداني. اعتقد لا اعتقد بان اليوم عندما نسمع هذه العبارات يعني للاسف يعني هو نفس السلوك السياسي والخطاب السياسي اللي كنسمعوا في البرلمان، كنسمعوا من عند يعني من عند الاستاذ افتاتي، والذي يريد للاسف انه يجبر ثقافه العنف السياسي في المغرب. عندما نتكلم نحن فالمشترك بيننا هو الوطن، ونقولها الوطنيه بدون مواطنه حقيقيه لا تغدو ان تكون الا انتهازيه ووصوليه. وعندما يكون المشترك غير الوطن مشترك اخر، شيء مستورد من الخارج من المشرق، فهذا لن نقبله في المغرب ولو على ارواحنا. هذه البلاد ديال مغاربه، ديال مغربيت، الاسلام المغربي، الفكر المغربي، شي تنظيم اخر ديال الاخوان المسلمين، هذا لن نقبله في المغرب. من يريد مقاربه الى فهمت الفكره يعني بما مفادوه بعض الدعوات لحل حزب العداله والتنميه وحركه التوحيد والاصلاح باعتبار ارتباطها بنظيم العلوي والاخوان المسلمين. لم نطلب، لم نكون، لا واش الفكره لا نود، لا استسمح. احنا ما كنبغيو، احنا نحترم الاحزاب، جميع الاحزاب السياسيه في المغرب. احزاب كانت لها شرعيه وطنيه او احزاب كانت لها شرعيه ديمقراطيه. حزب العداله والتنميه حزب محترم، ولكن هناك فيه عقلاء كما في هناك ناس لهم سلوكيات خارج المشترك الذي يؤمن به المغاربه اجمع. من يريد ان يجدر فكره العنف السياسي في المغرب، وهذا ان يعني الا بقات في الوقت ومشات في الزمن ستكون مشكله سياسيه في المغرب، سيخلق نوع من التطرف السياسي، من الارهاب السياسي، من الجريمه السياسيه، من العنف السياسي، وهذا لن نقبله. نحن الان ان كنا نناقش فنناقش السياسه في المغرب على ضوء دستور 2011، نناقش
استشرافات المغرب ديال 2014 2050 وكنقولوا للمغاربه كيفاش غنحلوا المشكل ديال الاقتصاد ديالهم، كيفاش غنحلوا المشاكل الاجتماعيه ديالهم، ولا نقص احدا ولا نقص احدا. ولكن الا جاو الاخ بغى يهضر بالعنف السياسي وبالعنجهيه السياسيه ويريد ممارسه نوع من الافكار السياسيه الخارج المشترك للمغاربه، فهذا شيء اخر. طيب نرجع لك السي افتاتي في النقطه ديال رئيس الحكومه في الجلسه الاخيره ديال المساءله الشهريه، يعني اتهم اشخاصا دون ذكرهم بالاسم امتلاك شقق تهريب اموال، الذين يعني لاحظوا على خطاب السيد رئيس الحكومه انه اذا كانت لديه حجج يعني وبراهين على ما يقول فبامكانه مثلا ان يحيلها على القضاء، او الا ما كانتش عنده، فهذا ربما كيدخل في باب القذف. وشوف انا حسب الفهم ديالي هذا ما فيهش اتهام. كاين قراءه ثالثه كيعتبرها في طبيعه العفويه للرجل. غير خلينا نكمل. شوف حنا في العداله والتنميه سالينا مع لغه الخشب. حنا ولاد الشعب وكنتعلموا في اطار التراكم من مختلف الفرق، وانا شخصيا متأبط لفكر علال الله يرحمه والوزاني والمهدي بن بركه واحد العدد ديال الكتابات يعني باستمرار. وحنا الاخر عليها تنعم والاستاذ اسماعيل العلوي، نعم لا والاستاذ اسماعيل العلوي والاستاذ حردان والاستاذ بن سعيد والاستاذ بن عمر، فهمتي، والاستاذ عثمان، هذو كلهم رجالات. طبعا حنا يعني يسرنا يعني ان نقول باننا نستفيد منهم، وحنا مستعدين باش نتلمذوا عليهم يعني باستمرار. ما حيينا كانوا كيستعملوا كلمه التبوريضه وكلمه داك الشيء، ما كانوش. انا شوف انا اليوم كاين كتاب ثمن الحريه، انا كنطلب منكم ترجعوا تلقاو في النقاشات اللي دارت فيه بين المقاومه والحركه السياسيه في الثلاثينيات، وادعوكم للعوده الى النقاش اللي دار ما بين جيش التحرير وبين الحركه السياسيه في وقت من الاوقات، والذي افضى الى اغتيال عباس المساعدي. ثم ادعوكم الى النقاش بين مراجعه النقاش اللي دار بين حزب الاستقلال ثم الشورى والاستقلال، والذي افضى الى دار بريشه. هذا التاريخ، ولكن التاريخ ديالنا كاملين ما يمكنش اليوم يجي يتقال لاننا سالينا مع لغه الخشب وكنقولوا داك الشيء اللي كاين اللي تيقولوه الناس. واش المواطنين ما كيعتبروش بانه جزء من الطبقه السياسيه فاسده؟ قولوا لنا صحيح فاسده وزياده، كيشوفوا فهاد دارت لاباس على ظهورهم بالمنح والشقق والبقع والصفقات والعقار والملك البحري، هادشي معروف. ولكن السياسه لا، وهذا ماشي المجال ديالو الحصري القضاء، لانه يكون عندي ادله نعم غنمشي للقضاء، ولكن عندنا مؤشرات كاملين، عندنا كل مؤشرات على الفساد. ولذلك الاستاذ بن كيران احال على نقاش اللي هو في الصحافه وفي الاعلام، ويبدو على حسب الفهم اللي كان عندنا انه رائج امام المحكمه بين يعني سيده وبين جمعيه هيئه مدنيه ديال الاخر ديال المال العام. لذلك هذا ما فيهش اتهام. وبالمناسبه دابا كاين واحد المحاوله يعني في اطار يعني التضليل ديال نمشيو يعني للقضاء، وفي الذهاب ديال القضاء كيبان باننا ما عندنا حتى شي اشكال. غير صحيح، خص الناس تقول، خصها تعبر. انا بالنسبه لي الانسان اللي عنده مصداقيه يغنيه البلاغ، يغنيه البيان. واش عمر شي واحد اتهم الاستاذ اليوسفي الله يذكره بخير؟ عمر شي واحد اتهم الاستاذ المساري؟ عمر شي واحد اتهم الاستاذ العلوي اسماعيل العلوي؟ ولذلك هذا سجال، ولكن سجال ينطلق من معطيات عند الطبقه السياسيه كلها. في الموضوع ديال الممتلكات كل شيء الطبقه السياسيه كتعرف بانه جزء من الطبقه السياسيه عندها امكانات على برا بطريقه خرجت الفلوس بطريقه غير مشروعه واكتسبتها بطرق غير مشروعه. الطبقه السياسيه كلها كيعرفوا هادشي. ما عنديش الادله بصح المؤشرات. لا كاين الفرق بين المؤشرات والادله، لان الادله سلكي حل اسمح لي سلكي حل السيد رئيس تهمني غنقول ما عندي السيد رئيس الحكومه لم اسمح لي سي افتاتي سلكي حل السيد رئيس الحكومه لم يذكر يعني شخصا او طرفا بعينه. وعلاش اعتبرتوا انتم في حزب الاستقلال ولا بعض الاعضاء يعني في الاخوه في الحزب انهم معنيون بهذا الاتهام؟ ولن انا لابد عندي بعض الامور اللي تكلموا عليها، تكلم عليها السي بلشقر، والموضوع ديال اللقاحات. هذا موضوع اولا حزب الاستقلال اليوم هو اللي تيطلب الجدار ديال تقصي الحقائق
رسميا الفريق الاستقلالي اليوم يدعو باقي ولا بغاو العداله والتنميه ولا اي فريق يجي يوقع معنا في هذا. حنا رسميا تنقول لكم دابا الان ومن هذا رسميا قرار ديال اللجنه التنفيذيه ديال لجنه تقصي الحقائق في موضوع اللقاحات. هذا لماذا؟ لانه حنا كيف ما قلنا ما تنجاوبوش من هبه ودب، لان هناك بعض الناس تيحاولوا ما امكن يستدرجوا الطبقه السياسيه من اجل زعامات اعلاميه. ولكن اليوم امام رئيس الحكومه السي افتاتي يتكلم على المؤشرات، ولكن رئيس الحكومه ما عندوش الحق يقول لي المؤشرات لانه عنده الامكانيات كلها. السي رميد رئيس ديال النيابه العامه، والنيابه العامه مسؤوليتها تحريك الدعوه العموميه، وبالتالي عندما تكون الادله انه كيفاش يمكن نتكلموا على دوله الحق والقانون؟ واش محاربه الفساد بالله عليكم غيجي رئيس الحكومه ويقول لنا سمعت وقريت وكاين الاعلام وكاين كذا؟ رئيس الحكومه عنده الامكانيه ديال يعرف فلانا فاسدا تيخصو يتحاكم. المغاربه ما صوتوش علينا من اجل محاربه الفساد والاستبداد باش نعاودوا نجوا لهم نفس الخطاب نقول لهم راه كاين الفساد. فساد كان في تاريخ المغرب وباقي، ولكن فينا هو المفسد من غير المفسد. هل محاربه الفساد بترك المفسدين وبخلق فزاعات وخطاب؟ وقتاش غيقول هذا الكلام؟ نهار اللي تنوض نائبه من الفريق الاستقلالي تحاور رئيس الحكومه حول الحوار الاجتماعي وتنقطه وتعطيه الاصفار ورطلا من الاصفار كما قال في مجالات معينه. عجبا هذا الملف الله ودي راه ماشي هذا هو الممارسه السياسيه. نحن امام حكومه ومعارضه. حزب الاستقلال اولا كان يجيب نائب الاستقلاليه وقال اللي فيه الفز تيقفز، لان الفريق الاستقلالي ناض كله تيقول له قل الاسماء، ماشي ناض تيغوت، تيقول له قل الاسماء، قلنا شكون هما المفسدين، من تعني بالمفسدين. وعندما يذكر الطبقه السياسيه حنا كنا هنا اللي جالسين حيد غير هذا السي بالشجر واخا هو سياسي بالممارسه، حنا كنا مدانين لا وحيد العداله والتنميه استثنى الاخوان ديالو استثناهم وما ذكرت واحد بالاسم. لا استثنى الاخوان ديالو الطبقه السياسيه. انا جزء من الطبقه السياسيه مع العلم ان القانون الجنائي واضح. اولا كان يجيب النائبه وقال لها اسمعي بدا يصح لها البيت الشعري، هو مشى لحاله شاده من 9 ديال النسخ وجاوب عليها، ولكن دائما هو الاستثناء عنده هو القاعده وماشي هذا هو الموضوع. وجات يقول لها انت اللي عطيتيني صفر سمعي الجواب. شكون هي اللي عطاتو صفر؟ هي اللي في الفريق الاستقلالي. حنا مشينا للشيء اساسي ماشي لازاحه النقاش باش هادشي نسدوه. بغينا حنا نحفز اليوم رئيس الحكومه اللي يمارس سلطاته الدستوريه بانه يبارك من الخطاب ويدوز للممارسه باجراءات عمليه. هذا السيد مفسد عندي ادله، عندي غير شبهه، حتى الشبهه نمشي بها للمحكمه. اما نبقاو نطلقوا هذا الخطاب وحنا دازت عامين من تاريخ هذه الحكومه. وقل لي بالله عليك منذ بدايه الحكومه الى الان شحال من ملف حالته الحكومه الان الحاليه وحلاته والمغاربه قالوا الحمد لله ها هو بدات هذه الممارسه. إذا الاختلاف شنو هو؟ هو محاربة الفساد الجميع ويتفقوا عليها، ولكن الإجراءات والآليات هو الخطاب. رئيس الحكومة كان مسؤولا، كان في المعارضة، خطابه إلا مشينا للمعارضة أرى ما تسمع وتحملت الطبقة السياسية بحكم تجربتها بحكم تاريخها. ولكن اليوم بدات تقال شي كلام كاين نزعة ديال التشكيك، هذا من موراه شي حاجة، وكاين نزعة ديال التخوين الخير والشر. إذا اللي ضد الحكومة هو مشوش وهو مع الفساد ويطبع من الفساد والركوب على مصطلح الإصلاح، وأنه أي اختلاف مع الحكومة هو ضد الإصلاح. وبالتالي هذا واحد نوع من الخطاب شوفيني ما تخليش الناس تثيق في الخطاب السياسي. أسيدي راه كاينه حكومة تجيب إجراءات وكاينه معارضة تناقش الإجراءات. بالله عليك لو بقينا ناقشنا ديك النهار في هذه الجلسة الشهرية هذا الموضوع ديال هذا شكون اللي في الجلسة الشهرية حاد على نقاش السياسات العمومية؟ واش المعارضه كلها جات تتكلم ونديروا تحليل الخطاب، كلها جات تتكلم على قضايا انها ما مرتاحاش لاداء الحكومه في مجال الحوار الاجتماعي. رئيس الحكومه جا وما يتبرش عليا شي واحد اللي عنده ناس متابعين. الله ودي حنا تنقول له ما تبرش على المغاربه، الا عندك شي واحد عنده شي ادنى سير للمحكمه. وهذه العمليه ماشي ازاحه النقاش، لانه هذه هي المسؤوليه الحقيقيه. لانه ما معنى ازاحه النقاش؟ انت تمشي لمؤسسه قضائيه وانا تنمشي للقضاء لانني اثيق بانه القضاء غينهي هذا النقاش. ايوا انت عندك مجلس على الحسابات، عندك التقارير، عندك المفتشيات، عندك كذا، وما حركتش حتى شي ملفات قالوا كذا. ولهذا اليوم حنا خرجنا للمعارضه. وثانيا كيفاش هاد الناس اللي كانوا معك في الاغلبيه بحال واحد النوع من الخطاب السياسي اللي فيه واحد النوع من الانتهازيه السياسيه.
كيفاش اللي كنت تسبوا البارح وهو افتتي وقال لك قال له سي بن كيران هذيك التصريحات ديالو كلها اخطاء وكذا وسميتوها وعندي تصريح وهذا انه واحد الناس تسبهم اليوم واليوم معاك وكذا غدا ماشي هكا. اللي ما صالح شيء المحكمه، واللي صالح لانه الناس كاين اداو لهذا المغرب نشوف على اشتغلوا في تاريخ المغرب وداروا انجازات على المستوى العملي وملموسه. ما نحولوش العمل ديالهم ونضالاتهم وكفاحهم من اجل هذا الوطن لخطاب ضيق في مستويات ضيقه ونحيدوا على النقاش. هذه هي ازاحه النقاش على ديك المحكمه. نشوف السي بلشقر، قراءتك قرار مجلس قرار حزب الاستقلال برفع دعوه او جوج ديال الدعاوى قضائيه ضد رئيس الحكومه. واش ربما انه هذه هي المسطره يعني السليمه للجوء للقضاء وهذا، او ربما انها سابقه في التاريخ السياسي المغربي؟ هي سابقة مما لا شك فيه. يعني لا أذكر أنه في تاريخ السياسي المغرب أنه حزب سياسي أن رئيس حكومة اتهم يعني وجه اتهاما فهم منه يعني بالتلميح أنه يقصد قيادات حزبية معينة ولجأ الحزب إلى القضاء. هذه سابقة. أعتقد بأن هذا مسلك يعني لا أرى فيه يعني مشكل، لأنه هذا إذا كان هذا اتهام، خاصة أن الاتهام ليس هذه أول مرة يطرح. ربما الجديد هو أنه طرح من طرف رئيس الحكومة لأول مرة، ولكن هذا كان يعني على مستوى الساحة السياسية وفي الإعلام. وبالتالي بالنسبة للحزب يعني من المهم بالنسبة لي أنه يلجأ للقضاء باش ينصف نفسه واش فعلا هذه الاتهامات صحيحة أو لا. وحسب ما بلغني أنه قيادة ديال حزب الاستقلال طلبت من جميع القيادات اللي توجهت لها اتهامات أنها تتابع، انها دير مساطر قضائيه. يعني يمكن تحت ضد بعض الصحف يعني اللي نشرت بعض الاتهامات ضد بعض الاسماء حسب ما يعني ما بلغني. غير نصح لك هذه العمليه السي مجدد. نعم. هذه ماشي من الان. نعم. مثلا انا تنتابع الجريده ديالكم. نعم. في نشر خبر ضدي. نعم. هذه تقريبا واحد 8 شهور وهذا قرار كنا واخذينه. يعني قرار ديال الحزب. لا غير المتابعه. يعني بالنسبه هذا ماشي يعني بالنسبه لي انا، حتى بالنسبه للراي العام وبالنسبه للاعلام مهم. يعني هذه القضيه نشوفها امام القضاء كيفاش غادي تكون هذه السابقه، واش ممكن ولكن واش القضاء الاعلام بعض المرات كتكون اخبار مغلوطه كاذبه. هل القضاء سوف يحفظ هذه الشكايه او سوف يفتح الملف الى اخره؟ انا اريد فقط اتفاعل مع المداخله ديال السي عبد العزيز افتاتي واللي عقب عليها السي الكحل حول الموضوع ديال محاربه الفساد والاستبداد. هذا الخطاب السياسي ديال حزب العداله والتنميه واللي كان في المعارضه واللي يعني بنى عليه كل يعني النقاش السياسي اللي كان قبل الانتخابات واللي وصل به يعني بعد موجة يعني الربيع العربي، هو محاربه الفساد والاستبداد. يعني الان يعني سؤالي للسي عبد العزيز افتاتي يعني غير للتوضيح، يعني وانتم في اطار يعني نقاش داخلي ونقد ذاتي بلا شك انه الان مرت سنتين يعني وهذا النقاش يعني لا زال يعني نفس اللغه تتكرر رغم انه مرت سنتين ولم يعني يظهر على ارض الواقع بالنسبه للحكومه تحريك ملفات تتعلق بالفساد. يعني قيل بانه بعض الملفات ديال المجلس على الحسابات يعني وزير العدل احالها الى اخره، ولكن لم نرى يعني ملفات يعني بالحجم ديال الخطاب. يعني تجسيدا للخطاب. سي عبد العزيز بان هذا الخطاب الان استنفذ. بالمقابل ايضا يعني بالنسبه للحزب ديالكم يعني كيطرح واحد المستوى ديال الخطاب ديال البناء الديمقراطي ديال الاطروحه ديال الحزب، ولكن الان يعني كنتبعوا بان واحد التاويل محافظ للدستور، واحد مستوى يعني على المستوى القوانين التنظيميه كاين واحد التاخر في اخراج القوانين التنظيميه، كاين واحد التعثر. يعني الاصلاحات الاساسيه اللي الحزب طالب اللي دعا لها يعني ما سنتين ما جاتش. واش ما بديتوش كتخوفوا الان يعني من ان هذا الشيء يولي، وخاصه انه سمعنا وزير الدوله عبد الله بها كيقول الان الاصلاح المتاح، الاستقرار والاصلاح المتاح. واش هذه اطروحه جديده؟ قبل ما نعطي الكلمه للسي ديالو تفضل سي قرين. انا غير غادي نرجع للموضوع اللي هو الخطاب السياسي، وغادي ناخذ جوج ديال الامثله ديال النقاش اللي دار فيما بيننا الان. النقاش اللي دار حول الفساد، لا احد ينكر بأن الفساد موجود في بلادنا، كان موجود ولا زال موجود، وأنه لا يكفي أن نقول الفساد. يجب أن نناقش كأغلبية وكمعارضة ما هي الوسائل التي من شأنها أن تزيل الفساد بالبلاد. وهذه ليست بمسألة بسيطة، يكفي أن نعلن عن النية الحسنة لكي نقضي عليها.
نفس الشيء بالنسبة للريع، الكلام عن الريع، اقتصاد الريع إلى غير ذلك. فالنقاش السياسي الذي يمكن أن يرفع من وعي المواطنين والمواطنات، وأن لا يبقى فقط خطابا يتماشى مع عواطفهم لدغدغتها باش يتفرجوا. الخطاب الذي يرفع من وعي المواطن هو الذي يقدم مقترحات وينتقد المقترحات بتقديم البدائل. هذا من جهة. من جهة أخرى، ما سمعناه في هذه الطاولة هو أن الخطاب السياسي المغربي لا زال يطغى عليه طابع التخويف. احنا البشر عندنا جوج ديال الغرائز: الخوف باش ما نمشيوش للاخطار باش نستمروا، والشهوات وغيرها باش ناكلوا وننجبوا الى غير ذلك. وفي التواصل معروف عبر العالم بان كاين اما اللي كيخوف الناس، عندك ها التحكم هكذا، ولا عندك ها جاينا من الخارج الى غير ذلك، ولا كاين اللي يشتغل على اعطاء الحلم، فتح الافاق. وفتح الافاق لا يمكن ان تكون الا اذا كانت الاحزاب السياسيه آلات ومعامل لإنتاج الأفكار المبدعة في كل المجالات. وهذا هو إشكالنا، نخوف، نبحث عن فزاعات عوض أن نقول ماذا يجب أن أقوم به، ماذا يمكن أن أقدمه للمواطن، ماذا يمكن أن أقدمه للناس الذين يثقون فيه. بالإضافة إلى ذلك، خطابنا السياسي هو خطاب لأنفسنا، وفي أحسن الظروف لمناضلين ومناصرين. وهذا العيب الأصلي في الخطاب السياسي في المغرب نلمسه في الدفاع عن قضايانا الكبرى. عندما نذهب في المحافل الدولية لندافع عن القضية الوطنية، فنحن نتكلم مع الآخرين وكأننا نتكلم فيما بيننا، وكأننا نتوجه لبعضنا البعض. وفي طبيعة الحال عندما نقوم بتدخلات، أنا على يقين بأن عدد من الإخوة الأساتذة الذين أحترمهم من بعد ملي غادي يخرجوا غادي يعيط له ديال الحزب تبارك الله عليك، ولكن انت قالها لك ديال الحزب، واش انت جاي باش دير خطاب لحزبك؟ ولا اللي صوتوا عليك، اللي صوتوا في المغرب راهم قلال، 5 المليون، عندنا 15 مليون ديال المغاربه، خصنا نصالحوهم مع السياسه، وما غنصالحوهمش مع كامل، وسمحوا لي، بدون ان ما يمكنناش نصالحوهم بخطاب لا يذهب الى العمق. وما دام اننا نتناقش على الخطابات، ونرجعوا للسؤال قبيله ديال السياسات العموميه ومناقشتها، هو تمرين ديمقراطي جميل أن يقدم فيه رئيس الحكومة في ميدان ما تقوم به الحكومة، أن تستفسره المعارضة والأغلبية، أن يدافع كل واحد على رأيه، ونترك لمن؟ نترك للمواطن الحكم على كل أن طرف. يحكم علينا. نحن أصبحنا عوض أن نقدم مادتنا الأولى لقد غيرنا وظيفتنا، بحال شي واحد كيبيع ويشري في شي حاجة وقلب البيع والشراء بلا ما عرفوا. فعوض ما نقدموا للمواطنين الأفكار والمقترحات حول تدبير الشأن العام، بدينا كنقدموا لهم الفرجة، بقينا كنقدموا لهم الإثارة. والصحفي ملي ما كيلقاش عندي أفكار جديدة وغيرها اش كيقلب؟ تيقلب على الإثارة، وهذيك الكرافطة ديالو كانت مزوقة، حتى لما قلبت ندير والو. ثم عندما نناقش، هناك 3 مستويات في النقاش السياسي. غادي نرجعوا هناك، على اسمح لي السي- غادي ونكملها. لا هناك غنخليك، لان هذه غتفيدنا في المحور الثالث ديال كيفاش نبنيو الخطاب اللي كنطمحوا ليه جميع. السي افتتي ربما عندك شي تعقيب على شي سؤال اللي طرحه السي بلشقر. هو وشوف النقاشات يعني بعيدا عن السياقات، فهمتي، انا نقول لك يعني غتولي يعني مضلله. بس نعرفوا بانه احنا اليوم اقليميا كنعيشوا واحد العالم، عالم يعني مضطرب. راه الناس نجزوا ثورات واليوم راهم في خبركان، والاستقرار ديالهم الاستقرارات في مهب الريح. أما الإصلاحات يعني أجلت إلى أجل غير مسمى. الناس نجزوا الثورة، ماشي داروا إصلاحات هادئة في إطار النبوغ المغربي
لا هما داروا ثوره، ومع ذلك اليوم هي انتم كتشوفوا الوضع ديال الكثير من الاقطار بالطبع اللي كنتمناو لهم يخرجوا من هذه الوضعيه، واللي مطلوب منا يعني في الغرب الاسلامي وفي اطار بالطبع النبوغ المغربي ان نسعفهم وان ندفعهم الى المصالحات والتوافقات والتسويات يعني تاريخيه. ولذلك هذا ما يمكنلوش ما ينعكسش على المغرب. اسمحوا لنا، احنا جزء مما كان يجري الترتيب له على المستوى الاقليمي، وهذا واش خافي على شي واحد باش دابا نبقاو. راه بن بركه الله يرحمه تيقول السياسه الحق هي سياسه الحقيقه. واش بدنا نتكلموا دابا اللغه ديال النخبه، لغه الخشب، او لا نتكلموا اللغه ماشي باش الناس يعجبهم الحال؟ هذه هي النقاشات ديالهم. هو تيقول لك علاش هذا خرج وعلاش هذا دخل، هو هذا علاش من النهار الاول هذا ما دخلش. اليوم احنا اللي مطلوب منا هو شي حاجه سميتو الانتقال الديمقراطي، اللي ربما الفرصه الثالثه ولا الرابعه باش يمكن نجزوه في المغرب. كانت محاوله مع الاستاذ عبد الله ابراهيم وتم افشالها، وكانت محاوله مع الاستاذ بوسته ولم ترى النور، وكانت محاوله مع الاستاذ اليوسفي الله يذكره بخير وتم افشالها. اليوم نحن في مرحله في تجربه ثالثه او رابعه، مطلوب ان ننجز الانتقال الديمقراطي. معارضه واغلبيه ولكن نتوجه. السؤال ديال السي بلشكر وهذا هو اللي مطروح. السؤال ديال السي بلشكر، انت قلتي ندوي الحقيقه وندوي نعم. قال بانه رفعتوا شعار محاربه الفساد والاستبداد بعد هذه المده كلها رغم الاضطرابات اللي كانت يعني في العمل الحكومي وغيره. فين وصلتوا يعني عمليا؟ واش شحال من فين وصلنا؟ اليوم ما بقاش ممكن يجي وزير ويبدي بروحه، ثم بالعائله ديالو، ثم بالحزب ديالو كما السابق. وزاره معروف راني استاذ جامعه، راني نعرف ندير العمليه ديال الضرب وديال الزائد وديال الناقص. كان عندهم دخل ديال 15000 درهم 20000 درهم، اليوم ما يمكنش يبرروا السكن ديالهم، سكن فقط ما يمكنش يبروه بفعل النهب. ولذلك اليوم ما بقاش ممكن يجي وزير ويرجع للممارسات التي كانت في السابق. يعني ما بقاش ممكن يتواطؤوا مع نخبه فاسده داخل البرلمان. ويسمح لي الاستاذ كان الهم ديالهم داخل البرلمان هو يدبروا على الصفقات، وهذا الشيء معروف بالمؤشرات. الا ما كلاش في الكودرون كياكل في لي ديشارج، الا ما كلاش في لي ديشارج كياكل في امور اخرى. هذا الشيء ما بقاش. لم يعد ممكنا ان يقترب الوزراء الى هذا الذي كان يجري الى عهد قريب، وهذا هو السبب ديال الثراء ديالهم اللي ما يمكنش يفسروه اليوم. ولذلك النقاش هو هذا. راه المواطنين بحال اللي كيشوفوا معهم جزء من المستشارين فاسدين، بحال اللي كيشوفوا جزء من النخبه على مستوى عالي فاسدين، راكموا ثروات اللي ما يمكنش يبروها دابا هذا نقاش، هذا مصطنع، هذا فرجه، هذا هو اللي كاين. هذا النقاش انا ما بغيتش نثير القضيه ديال الاستاذه، ولكن يسمحوا لنا حتى الموضوع ديال التوظيفات، الموضوع ديال السكن ديال جزء من الطبقه السياسيه. يتفضلوا يقولوا واحد العدد فيهم يقولوا لنا غير كيفاش تحصلوا على السكن ديالهم. جزء من النخبه اصحاب الشكاره شراو لهم الشكاره ديال الفساد اللي داروا حاله في الصفقات، اللي كانوا مسؤولين على تقريبا 10% من الافساد في المغرب. وشنو هو الحل؟ سي عبد العزيز غير واحد شنو هو الحل مع هادو الان؟ شي جامعه واحد. نعم هذا هو الاخر. سي عبد العزيز يعني فيما يتعلق بمحاربه الريع، ما يتعلق بمحاربه الريع سؤال الى موجه. هذا في وضعيه انا جاي السي روداني في وضعيه اليوم كاين اراده بحال اللي كانت البارح، وستستمر نفس الاراده لانجاز الانتقال الديمقراطي والمحاربه. ما يمكنش مازال نرجعوا لذاك الشيء ديال مش حلال. المهم داك الشيء لا كنعاودوا الحكايات. داك الشيء ديال الكريمات. نعم داك الشيء ديال الكريمات يعني كانت خطوه ديال نشر اللوائح وصفق لها الجميع، والجميع طالب بان تكون هناك اصلاحات. الاصلاح اللي اقترحته الحكومه في هذا القانون المالي 2014 هو منحه لشراء هذه الكريمات. لا ما بقاش هذا الشيء. لا كسؤال. خلينا نطرح. لا نحن داخل الحكومه قلنا بان هذا لا يكفي، وبانه لا يكفي ان نعطي لوائح الناس، بل يجب ان نتخذ تدابير. لا سؤال اسمح لي. لا تطيع. انت قلت الجميع صفقه. نحن من داخل الحكومه لم نصفق، قلنا بان ما يجب ان نقوم به هو هذا سؤالي لماذا لكي سحب؟ لا لان كان هناك حل. لماذا سحب
والحكومه لم تقدم اي توضيح لماذا سحب هذه الخطه ديال الاصلاح. يعني هذا الناس ما تراجع. عندهاش غرض في الاصلاح ديال النقل اللي كيهم 35% ديال المغرب. سيروداني هو لابد من باش نحاولوا شويه نشوفوا هذه المساله بشكل يعني من جانب اخر. يعني هذه المساله ديال محاربه الفساد او ربط المسؤوليه بالمحاسبه هي ما عمله حتى ديال شي حزب. هذا المغرب الجديد، المغرب الممكن. كان تقرير الخمسينيه كان هيئه الانصاف والمصالحه جابوا بواحد التصورات ديال واحد المغرب على اساس المغرب الممكن، المغرب المؤسس للديمقراطيه، التشاركيه، التمثيليه، التعاقديه. ثم كان خطاب ديال جلاله الملك ديال 9 مارس اللي اسس لواحد واحد المقاربه جديده واستشرافيه للمغرب الجديد، المغرب القوي، المغرب الحداثي، مشروع يعني متكامل الاطراف. يعني ما يجيش شي حزب دابا اليوم يقول لنا راه حنا لم يكن قبلنا المغرب ولن يكون بعدنا. هذا الشيء ما غادي نقبلوش. اليوم حنا الا كنا كنتكلموا على الخطاب السياسي داخل قبه البرلمان. اليوم عندنا اشكاليه في المغرب، استسمع عندنا اشكاليه كبيره في المغرب. هل رئيس الحكومه عندما ياتي الى البرلمان يتكلم كامين عام للحزب او يتكلم كرئيس حكومه لجميع المغاربه؟ عندما ياتي رئيس الحكومه امام البرلمان وتيقول انا كامين عام للحزب يمكن نقول لكم راه ما كاين حتى شي واحد عنده الفلوس برا، هذا يتكلم كامين عام للحزب ويعتبر البرلمان كمحطه منبريه لتسويق. ما كيتكلمش مع البرلمانيين، النواب البرلمانيين، كيتكلم مع يعني الراي العام. وهذا خطير وخطير جدا، لان الدستور عندما جاء يقول بان رئيس الحكومه في امام البرلمان يخاطب البرلمان والنواب، لهذا يجيب على الاسئله حول يعني السياسات العموميه والاشكاليات ومتطلبات المواطنات والمواطنين. ولكن عندما ياتي رئيس الحكومه ويخاطب الراي العام المغربي ويقصي النواب واسئلتهم المحوريه والجوهريه، فهو بالنسبه له البرلمان غير فرصه منبريه لكي يكلم الاخر لهذا انا اعتقد بان اليوم، ولكن هذا السلوك يعني ليس بجديد على السيد عبد الاله بن كيران. هذا سلوك قديم، وعندما كان في سنه السبعينات الشبيبه الاسلاميه هذا السلوك كان يعني في الخطاب ديالو. وهنا كاين مراجع كبيره يمكن نتكلموا عليها. عندما ياتي عضو من حزب اليوم الحاكم ويتكلم عن الثوره المضاده ويقول باننا بالوعيد باننا سنخرج للشارع، هذا كلام خطير، هذه جريمه سياسيه، هذا الارهاب السياسي. يعني يجب ان نكون جد واعون ومسؤولون بهذا المعطى. اما من يقول باننا اليوم يعني ان هناك احزاب ربما لها يعني توجهات مغايره، نحن في حزب الاصاله والمعاصره نؤمن بالحاضر ونستشرف المستقبل، ونحلم بمستقبل للمغاربه، مستقبل متكامل قادر على ان يجيب على جميع الاسئله الاقتصاديه والاجتماعيه للمواطنات والمواطنين. لا نريد ان نقصي احدا، ولا نريد ان نبقى على يعني جامدين امام عتبات الحاضر، ولسنا مهووسين بالماضي، ولكن نريد مستقبل حبل بالتقدم، شغوف بالعنصر البشري المغربي الذي من شأنه أن يعطي لهذا المغرب قوة وأن يعطي المغرب واحد تصور وواحد مستقبل ظاهر. إذا سمعت السيروداني، وهذه نقطة غادي ارجع لك السير حافظ على النظام ديال سير كيحل. لن اهضمك حقك، بغيت غير تعقيب، لان هذه النقطة يتراها السيروداني. وكاين كيترى مجموعة من الفاعلين السيافتاتي هو انه واش في الحزب العدل والتنمية يتهم باللجوء لما يسمى بالترهيب والتخويف. راه ما هكا، ولا راه غنرجعوا للشارع، ولا راه الثورة المضادة، ولا راه ثمن الاستقرار هو هذا. بغيت تعقيب على هذه الفكرة. لا، القضيه ديال الترهيب هو ديك الاشارات اللي شرت لها يعني في بدايات يعني الاستقلال. ما حنا كنناقشوه، ولكن خصنا المغاربه ما فاهمين هذا الشيء، بانه الاصلاح يتم بواسطه اصلاحيين، ماشي بناس عندهم علاقه بالماضي البائس، واليوم مازال كيتصدروا المشهد السياسي. راه الاسبان داروا انتقال بكل سلاسه، بدون ملاحقات، بدون متابعات، ولكن الناس فهمت راسها بما فيه التيار الفرنكوي، وخلى الشباب ديال البسويه ومن بعد التحقوا بهم اليساريين ديال الجهات، ثم اليساريين ديال الحزب الشيوعي. اليوم اللي كان جزء من الاعطاب ديال السنه، يعني غير المرحله اللي من 2008 الى 2011، اليوم باغي يتصدر المشهد، كيعتبر نفسه. دابا شكون يقصد الاصلاح السيافتاتي اللي في الحكومه؟ هو اللي يقصد الاصلاح عمليا. نعم،
وهذا هو الشغل الشغيل ديالنا. وبالمناسبه ما كاينش غير هذا النقاش، كاين نقاش في اللجان ونقاش عميق. انا عضو في اللجنه الماليه وكاين نقاش وكاين تفاعل بيننا وبين جزء من الاخوان ديال المعارضه، وهذا الشيء كنقولوه وكنعطيو الاسماء ديالهم وكنوهوا بهم في وقته وفي حينه وفي الاعلام وكنخرجوها للاعلام. وكاين نقاش على مستوى الصحافه بين الشباب ديالنا والشباب ديال واحد العدد ديال الاحزاب، كاين تفاعل عميق ورصين وكاين هذا النوع من النقاش، وهذا بالنسبه لي عادي. وبالمناسبه باش ما نغلطوش، المشهد السياسي ما مكتملش، كاين جزء من الاسلاميين وجزء من اليساريين خارج المشاركه ديال المؤسسات. خصنا نعطيو جاذبيه لهذه الصيغه باش هاد الاخوان هادو يلتحقوا بالصيغه. ثم هذا المشهد هذا فيه جزء متحكم فيه، نعم متحكم فيه بواسطه الاليه ديال المؤتمرات. الكل كيعرف هذا الشيء هذا. واش الناس ما عارفينش بين واحد العدد ديال الاحزاب تمت الفبركات ديال المؤتمرات ديالها من اجل ضمان مخرجات معينه، واللي هما اليوم كيقوموا باعطاب، انا اقول باعطاب الانتقال الديمقراطي. اليوم يجري تشكيل مثلث ديال اعطاب الانتقال الديمقراطي. كان فيهم شي حزب، نعم 3 تشكيل القوه الثالثه بحال اللي كان كيسميها غير واش كاين شي حزب هذا اللي كتكلم عليهم؟ نعم معنا مبتل. نعم هذه هي القوه الثالثه اللي كان كيتكلم عليها الاستاذ مهدي بوبركه واللي تكلم عليها الاستاذ اليوسفي في المحاضره ديال بروكسل. سير كيحل ولن المتتبع اللي غيتابع هذه الحلقه غيلقى جوج ديال افتتي في بدايه الحلقه وافتتي في نهايه الحلقه. وعندما يكون هادئا تيقول واحد الكلام يمكن يتفق مع الاستثناء والاستقرار وكذا، وبين تنفعل ونفس الشيء رئيس الحكومه ونفس الاطار. لذلك اليوم هنا نهضروا على الخطاب السياسي، هذا الخطاب ديال المظلوميه والخطاب ديال التحكم اليوم تنحسوا به انه رئيس الحكومه عنده عقده مع بعض الاحزاب ومنها حزب استقلال، لانه كان يرى وكان يتدخل بشكل مباشر مع مسؤولين ومع برلمانيين استقلاليين من اجل مناصره الطرف على طرف. لانه واحد الطرف بلين طلع السي حميد شاباط اول ما قالوا انا ما تنعش، بدا الخطاب احنا بجو للتشكيك. هذا ما بقاش مشكل مع احزاب اخرى ولا مع حزب استقلال ومع فكر استعلال ومع النقداتي، هذا الحزب وقع له مكروه. علاش؟ لانه جاو ناس يخاطبوا مع السيد رئيس الحكومه ماشي بلغه الخشب، بلغه الواقع. هذاك الخطاب اللي كنت تقول قبل الحكومه وفي المعارضه، اليوم المغاربه بغاو الواقع والملموس. حنا الحركيه ديالنا في علاقتنا برئيس الحكومه بدات قبل ما تكون لا مصر ولا تونس ولا اول. 3 يناير 2012 رفعنا المذكره بطلب من رئيس الحكومه وتقال يا شكون اللي قال لهم ديروا المذكره، وهذا الشيء راه فيه وهذا الشيء راه كذا، في الوقت اللي كانوا في صراع اخر مع الاخرين مع وحدين معتبرهم مفسدين وما صالحينش هما اللي فسدوا المرحله السابقه. قلنا المذكر، قلت مشاو عند رئيس الحكومه قال له بغينا تصور هذه قياده جديده منتخبه جايه من ابناء الشعب، انت باك مخزني تتقول انا با بناي، ولكن لا يعجبوه تيوليو هاد الناس قياديين بين عشيه وضحاها، وبدينا نختلفوا معاهم تيقولوا حنا عندنا الشواهد كاع مزوره، هذاك حيت سيروا نهبوا المال، هذا الكيحل ما عمرو سير ما دار ما عندوش مسؤوليه، عنده شواهد مزوره ولا ما عاد شهاده جايبه من ليبيا ولا ما عاد شباب كذا وعنده كذا، وتنوليو خطاب اخر، واما تكونوا معنا واما راه عندكم شي عله او عندكم شي حاجه. هذا الشيء ماشي غير هذا الانتاج دائما ومع جميع اللي اختلفوا مع هاد الاخوان عندهم شي مشكل، وهاد الناس نهبوا وعندهم الطرقات وداروا كذا. واش دابا المغاربه جابوكم باش تعاودوا لهم هذا الكلام؟ ما تعرفوش هذا الشيء. المغاربه داروا الثوره والتغيير في اطار هادئ مؤسساتيه باش نجيبوا حكومه قويه بدستور قوي، باش اش غتقول لهم؟ راه هذاك الشيء اللي كنا تنقول لكم راه باقي تنقولوا لكم. اذا غنولوا دائره صوتيه من هنا 3 سنين، هذا الكلام اللي تقول على جميع المسؤولين غنبقى نقول على وزراء العداله والتنميه، على المسؤولين ديال الجماعات المحليه اللي كانوا ساكنين معنا مثلا في احياء شعبيه ومشاو لديور الله اعلم، انا ما تنقولش واش ديورهم ولا ماشي ديورهم، وغنبقى نقولوا هذا الكلام وغنتلفوا المغاربه، غنقولوا لهم راه هاد السياسيين كلهم غير تيتحملوا مسؤوليه، اما فاعلين فاسدين. حاجه نقول لكم اسيدي خلقوا الحياه السياسيه، منعوا المغرب من هذا النقاش البيزنطي الرديء باش ندخلوا لمناقشه السياسات العموميه. اي واحد فاسد خصو يمشي للحبس، المكان ديالو ماشي في البرلمان، ماشي في الحكومه، ماشي في المؤسسات، المكان ديالو في السجن.
باش انه حتى شي واحد منكم الا كانت باقي عنده الرغبه هو وزير يمكن له يحيد كيف ما وقع في تركيا وكذا، يقول يا راه فيه الحبس. وما الا ما انتم ما تصيفطوش الناس للحبس وتتبقاو تعاودوا نفس الهضره ديالكم هما الاولين، وهذا هو النقد الذاتي. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله سبحانه وتعالى اعطانا واحد العقل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان تيبغي يخاطب الناس تيخاطب بواحد الحكمه وما كانش توزيع الاتهامات. كاين اما مجرم خلينا في النقاش اما الدنيوي. انسان سليم. خلينا في النقاش الدنيوي، خلينا غير في النقاش لا الدنيوي. النقاش الدنيوي، حيت انا مشينا تنخلط بين الدعوي والسياسي. وحنا ماشي انا مشيت نقول حل الاحزاب السياسيه، ولكن تنقولوا مثلا هذا الخطاب واخا دوزتيه هذا حركه الاصلاح والتوحيد حركه دعويه، نحترم الحركات الدعويه، ولكن ان تقول ان حزب العداله والتنميه هو ذراعها السياسي، هذا خلط بين الدعوي والسياسي، وبالتالي هذا فيه مشكل دستوري. ماشي نقاش بيزنطي، ماشي اتهامات، هذا نقاش يجي نتناقشوا على المستوى الدستوري. حنا الحركات الدعويه تقوم بدورها وكذا، هنا باش ماشي ما تنخلطوش حنا بين الدنيوي والاخروي. حنا في المغرب قوتنا شنو هي؟ هو اننا حافظنا على المذهب المالكي والعقيده الاشعريه اللي خلات المغاربه كلهم تيفرقوا بين المؤسسات الدينيه والمؤسسات الانتخابيه. اليوم السي افتاتي غير هذه شرط يقول هذه حكومه العائلات وهذه حكومه ديال التكنوقراط، ولكن شفتو انا في اللجنه الماليه وانا اشفق بانه يدافع عن اشياء لم يقتنع بها، لانه هذا هو عيب السياسه. وراه غير المغاربه دابا تعرفوا تصريحات السي افتاتي رجل اللي عيط له تيجاوبوا، ما تيخبيش الاف هذا، ولكنه السياسه تضطره الى ان يغير من بعض الامور، لانه السيد رئيس الحكومه مابقاش تعجبوا الخطابات ديال السي افتاتي كيف ما في جميع الاحزاب، هذه فيها اخطاء وماشي كذا. وبين تنهضروا تقول لا راه غير افتاتي اللي قالها، ماشي العداله والتنميه، لا غير افتاتي. وكان هذا الراجل تيهضر داك الشيء اللي عنده تيقولوا، وهذا هو طبيعه جاوب باختصار على هذا. فاذا به تنوليو في انه هذاك غير فلان، هذاك غير فلان. اسيدي خص يكون عندنا واحد سلام. سي افتاتي عندك شي جواب مقتضب على هذه النقطه؟ ما نبقاوش كلام نقولوا اليوم وغدا نقولوا النقد ديالو. حنا مع محاربه الفساد، بلاتي كما القضيه مع محاربه الفساد، ماشي ازاحه النقاش القضاء اللي مفسد المكان ديالو الحبس، يكون في العداله والتنميه ولا في حزب استقلال ولا في اي حزب. سي افتاتي الا عندك شي جواب مقتضب على هذه النقطه باش ندوزوا للنقطه الاخيره. لا ما عندكش تعقيب اذا؟ هذا اشياء عاديه فهمتي، كاين امور اللي هي، ولكن شوف ملخص الفكره ان السي افتاتي عنده قناعات في شكل، ولكن محرج. شوف لا زلت على نفس القناعات، وانا ارجو ان القى الله اعلى وانني على نفس القناعات. حنا في العداله والتنميه ما عندناش مصالح شخصيه ولا فئيه، ما عندناش ما نقسموا مع بعضنا بحال واحد العدد ديال الاحزاب وواحد العدد ديال الكائنات، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. الفرق بيننا وبينهم اننا تجمع اصلاحي وفكره اصلاحيه بامتياز، ماشي جماعه اللي مرتبطين بالهموز وبعندي عندك. انا انسان بحال اللي قال انا ولد مخازني وغادي نموت ان شاء الله على هذا الحال. طبعا ما طامعين في حاجه، وفي نفس الوقت ما خايفين حتى من شي حد، وسنقول الذي ينبغي ان نقوله في كل الاحوال، وغادي نستمروا، لانه هذه بالنسبه لنا فرصه مع الاخوان ديالنا في الاغلبيه باش نساهموا في الانتقال من مرحله الى مرحله، من ضفه الى ضفه، بالاشياء دابا اللي قال واحد العدد ديال الاخوان ديال العمق والسياسات ديال النقاش ديال السياسات العموميه. ولكن فين هذه النقاشات؟ حنا الا دوزنا سنه في الحكومه غتولي المعارضه ديالنا نص قدامه نص، برنامج قدامه برنامج، فقره قدامها فقره، اجراء قدامه اجراء، قانون مالي قدامه قانون مالي واحد اخر. طيب. هو ما يمكنش واحد سير 20 عام و13 سنه بوحدهم. بالمناسبه راه في 2002 كنا الثالثين، ما جا حتى واحد من جهتنا كاع، ما عدا الاستاذ يوسف الله يذكره بخير في 98 قال لنا تشاركوا معنا وساندناه مسانده القضيه سنتين. 2002 ما جاوش من جهتنا، 2007 ما جاوش من جهتنا، واخا كنا حنا القوه الثانيه. الوقت اللي طلع الاستاذ عبد الله بن كيران اقترح على الاخوان ديال الكتله بدون استثناء، وكان غادي يقترح على الاحرار باش غادي يشاركوا، بمعنى كنا مقتنعين باش نوسعوا القاعده ديال القيادات ديال الاصلاحات، لانه الاصلاحات ما يمكنش ينجزوها كما قلت حزب. هذه الاصلاحات ما يمكن ينجزوها الا 3 4 5 وربما اكثر من التيارات المعتبره،
ومن بعد انا ذاك المنتشر في ارض طيب. الله الواسعه ديال الخلافات. طيب ولكن سير فتحي، يجب اسمحتي لي. ان ننجز سير فتحي، ما بقاش الوقت. وستنينا في ذاك الوقت سير الحزب ديال البام لانه معروف، نعم. معروف المسار سير ديالو فتحي، ذاك اسمحتي لي. الوقت بقى هذا. تقريبا يعني تقريبا دقيقه لكل متدخل فيكم، غير في النقاش اللي ولا في المقترح الاخير، يعني كيفاش ممكن نرقي يعني بالنقاش وبالخطاب السياسي المغربي. شوف وجهه نظر كل واحد فيكم. سي جرين. أنا أظن بأن المغاربة واللي كيتفرجوا فينا الآن في حاجة أننا نذكروا لهم كسياسيين على القضايا اللي كيعيشوها. الناس عندهم مشاكل ديال ولادهم باش يمشيو يقراو، الناس عندهم صعوبات باش يولجوا ولادهم واحد التعليم اللي كيأهل، الناس باغا الخدمة، الناس باغا الرواج الاقتصاد. اسميتها الاقتراحات اللي كيمكننا نقدموا. هذا هو الاشياء. البلاد كذلك في حاجه الى انها تحل القضايا الاجتماعيه. النقابات في حاجه الى ان نؤسس لها لاطار للحوار حول القضايا ديال الاجتماعيه. الباترونا ورجال الاعمال باغيين انهم يتذاكروا حول قضايا وتلتقوا مع الاحزاب السياسيه. الاحزاب السياسيه منغلقه على نفسها. نعطيكم مثال. الأغلبية الحالية، وأنا واحد الإنسان اللي كنقول الأمور كما هي. تصوروا بأن أحزاب تشارك في أغلبية ولم تلتقي قياداتها إلى الآن. كيف يمكن لهم يتبادلوا الآراء؟ كيفاش يمكن لهم معنى أن عندنا هذا واقع. هذا واقع. ما عندناش الحوار، ما عندناش التعاقد. كاين اللي كيقول الديمقراطية التشاركية، ولكن أنا كنقول خصنا ديمقراطية تعاقدية. كنمشي عند الحركه النسائيه كندير معها تعاقد، كنمشي عند الباترونه كندير معها تعاقد على اساس برنامجي، كنمشي عند النقابات كندير معها تعاقد، كنمشي عند المجتمع المدني كندير معها تعاقد. كل هذه الاشياء وكنبدا نشتغل على بحال كونطرا. انا كنتعهد بهذه وانت كتعهد بهذا، وكتولي السياسه واحد الحلبه ديال الانصات، حلبه ديال ابداع الافكار. لان الحزب اولا وقبل كل شيء هو معمل وفضاء لانتاج الفكر والافكار. وهنا كنجيو للنخبه السياسيه والنخبه الحزبيه عليها ان تكون فاعله وعالمه، وليس لان لها تاثير مادي أو قبلي أو غيره. أن يكون أحسن المغربيات وأحسن المغاربة هم الذين يسيرون الشأن العام باسمنا نحن، وأن يجد كل مغرب في خطاب. اسمح لي يا أستاذ، في نقاش مثل هذا من يعبر عن رأيه أحسن من الآخرين. في أقل من دقيقة. هو في الحقيقة يعني لا بد من يعني القول الحقيقة. هو أن اليوم عندما نرى هذا الخطاب اللي شفنا في هذا الحوار من طرف الأستاذ يعني أفتاتي، أعتقد بأن كاين هناك جهل سياسي مقدس، وهو اعتقاد بدين سياسي بحت خارج عن سياق الثقافة المغربية وعن السلوك المؤسسي للدولة المغربية وللأمة المغربية. للأسف يعني لا نستبشر خيرا من حكومة وأغلبية يعني أحد أعضائها يعني لا زال من خلال هذا الحوار يكرس ما نحن نناقشه الآن. اليوم نحن عندما ناقشنا الخطاب السياسي المغربي في اللحظة الراهنة نناقشه على ضوء الدستور الجديد اللي هو أمل المغاربة، اللي هو مستقبل المغاربة. أنا كشاب عندما أرى وأسمع هذا الخطاب يعني أتأسف وأشمئز من هذا الوضع، لأننا نطمح كمغاربة لوضع تصورات جديدة، لاستراتيجيات جديدة، نقوم بعملية يعني نقوم بوقف يعني لهذه الحالة الجمود والركود الذي يريد البعض أن يقوم به وأن يقعده في الساحة السياسية المغربية. فريق يعني حزب الآثار والمعاصرة حزب له تصور، له يعني مشروع سياسي ينبني على احترام الآخر واحترام ثقافة الآخر، لا ينبني على التخوين ولا على ونعتقد بأن الاختلاف في حد ذاته رحمة، ولكن لا نقوم بعملية التخوين ولا نستنجد بالخارج لأي مصلحة كيفما كانت. فهم الفكرة السير كيحل. اولا في ختام هذه الحلقة نعتبر بغينا تكون هذا ما وقع في الجلسة الشهرية هو نقطة مفصلية في تاريخ المغرب، أنه ما يمكنش يجي رئيس الحكومة أو أي مسؤول يوزع الاتهامات على المسؤولين، ما يمكنش حكومة تستر
على المفسدين. ما يمكنش نغربوا النقاش حول القضايا العموميه والسياسات العموميه في قضايا جانبيه. بغينا الحكومه تجي تقول لنا ها الاجراءات اللي جبت وها الاصلاحات، وانها تعمل بقول الله تعالى اللي تيقول يا ايها الذين امنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبالتالي تنتمنى أنه يكون رئيس الحكومة نادم، والندم ديالو أن يعكسوا في إجراءات اليوم عملية لفائدة المغرب والمغاربة والمصلحة العامة. سيفتتي في ثواني. شوف أنا كنعتقد بأنه الأستاذ عبد الله بن كيران هو يعني شاء من شاء وكره من كره، هو من رجالة الدولة، وبالطبع الحرص ديالو يعني كل الحرص هو انه يخدم الشعب المغربي في هذه المرحله. وكعداله والتنميه نؤكد بانه المفتاح ديال المعالجه ديال القضايا ديالنا مفتاح سياسي باش حتى واحد ما يضللنا. المفتاح سياسي، الاشكال في المغرب اليوم سياسي وكيتعلق بالانتهاء من التحكم وبالانتهاء من الاستبداد باش يولوا الناس كيسيروا نفوسهم بنفسهم. وهذا هو اللي غادي يخلينا باش ننجزوا غايه الغايات على المستوى الدنيوي اللي هو العداله الاجتماعيه، باش بحال اللي كنقول بالدارجه ولد بن ناصر تولي عنده نفس الفرص ديال الفشفوش وديال الكتكوت في الدراسه، وعنده نفس الفرص باش يمشي الدواء. ولذلك كلنا كنشتغلوا على كما قلت الغايه ديال الغايات التي هي العداله الاجتماعيه، ولكن المفتاح ديالها سياسي. شكرا. لذلك غنبقاو ندوروا على هذا الكلام تيتحقق. وبالطبع هذا واحد النقاش اللي ما خصوش يبقى ستاتيكي، هذا واحد النقاش اللي حنا نامل ان يكون ديناميكيا. وبالطبع حنا الايدي ديالنا ممدوده يعني الاخوان يعني في المستقبل ديال الايام بما في ذلك القريبه من اجل يعني التوافقات والتسويات التاريخيه التي تخدم يعني المستقبل ديال المغرب. أنا عندي ملاحظات يعني في الأخير. يعني الملاحظة الأولى أن جزء من مشاكل هذه الجلسة الشهرية هو البث المباشر. أن كثير من السياسيين البرلمانيين كيتغير السلوك السياسي ديالهم ملي كيكون البث المباشر. كنظن بأنه خاص تراجع هذه المسألة، وكنظن القناة البرلمانية إلا داروها يكون مزيان يعني بالنسبة للناس اللي بغاو يشوفوا هذه القناة يمشوا مباشرة لها. وهذه ملاحظة سمعتها في قوس. نعم. كاين مجموعة البرلمانيين يعيبون على الإعلام عدم تغطية أشغال اللجان كيكون فيها عمل جدي وعمل هذه يعني النقطة الثانية. هذه النقطة الثانية لأنها لا تنقل في هذه النقطة الثانية اللي بغيت نشير لها، هو أن هذه الجلسة الشهرية هي لا تعكس حقيقة النقاش اللي كيكون في اللجان واللي كنتبعوه، كيكون فيه نقاش بمستوى عالي ومستوى جيد جدا، وما كيكونش فيه التشنج وتبادل الاتهامات، ربما لأنه ما كايناش الكاميرا. النقطة الثالثة اللي بغيت نشير لها هي أنه بالنسبة للمعارضة، بالنسبة للخطاب ديال المعارضة، أنا كنظن بأن المعارضة عندها فرصة باش تكون عندها واحد حكومة ظل حقيقية، لأن على الأقل بالنسبة لحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي هما عندهم تجربة في ممارسة في الحكومة، وبالتالي فعندهم اطلاع على القطاعات الحكومية وعلى الملفات، ويمكن لهم يشكلوا واحد حكومة ظل والاصاله والمعاصره يعني عن طريق وزاره التربيه الوطنيه يعني. فاذا يمكن يكون عندهم واحد الدور لتشكيل هذه حكومه الظل، ويكون عندهم معارضه حقيقيه يعني، لان ماشي معارضه ديال الخطابات والاستفزازات الى اخره. والنقطه الاخيره اللي بغيت نشير لها هو انه بالنسبه لحزب العداله والتنميه في الحكومه، اظن بان هناك الان يعني اشكاليه يعني في الخطاب السياسي. والان سي اف تي تكلم بانه الظروف والوضع المحيط العربي واللي كيعيق هذه الاصلاحات، يعني خاص المراجعه ديال الخطاب السياسي باش يكون خطاب سياسي اللي كينسجم مع هذه المرحله، باش يكون واحد الانسجام حتى مع المواطنين ومع الراي العام. شكرا الزميل بلشقرص، شكرا السي الروداني، سي افتاتي، سي جرين والسي الكحل. اشكركم جميعا، اشكر الحضور الحاضر معنا هنا، اشكركم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.